لماذا التبليغ؟ ماذا يعني التبليغ؟ مصطلح لربما أغلب الناس ما يعرفون معناه الحقيقي. من هو المبلغ ومن هو الموصل؟ التبليغ أدق وأعمق من الإيصال. لربما يرتقي أحدهم المنبر ليعظ الناس بما لا يفعل هو فيكون موصل، لكن إذا كان هو يصعد المنبر يبلغ الناس بما يفعل فهو مبلغ لرسالات ربه. ضيفي اليوم المبلغ الشيخ محمد رشيد عاشور. أهلا وسهلا بك. الله يسلمكم إن شاء الله. مشكورة على الاستضافة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله نوركم. الله يحفظكم إن شاء الله. قبل لا نبدي أنا ما أنبي شيخ محمد عاشور، أنبي أول شيء محمد رشيد عاشور. نعم. من البداية. هذا ما تدفناه ترى. أنبي محمد رشيد عاشور. نعم. في بداية يعني ما كنت أنت من أسرة مثلا علمية مثل ما يقولون، يعني ما كان مثلا الوالد معمم أو أحد من المعممين من العائلة. بديت من الدراسة في مدرسة خاصة. نعم. مختلطة نسميها. صحيح. فكانت الأجواء والبيئة مختلفة نعرفها زين. وش اللي خلاك تطلع أنت من هناك وتتجه إلى الحوزة؟ طبعا أنت ما رحت الجامعة. لا، رحت الجامعة ودرست فيها بكالوريوس لغة عربية وترجمة. طبعا درست عربية لأن ما كنت أعرف قواعد العربية، مو بالعكس، دراسة كانت جيدة في المدرسة درستها، ولكن كان في إن خلينا نقول مسارين، مسار أدبي ومسار خلينا نقول نحوي في اللغة العربية، يعطونك هذا التخيير. فأنا اخترت الأدبي، فآخر السنين ابتعدت عن النحو، فقلت أنا خلني أسترجع شوية بالجامعة. فنعم عندي اللي هو بكالوريوس وميجر مثل ما يقولون، أو الأساسي في العربي والماينر على قولتهم في الترجمة. يعني أنت خلصت الجامعة بعدين رحت الحوزة؟ خلصت الجامعة واشتغلت سنة، بعدين فنشت من العمل. ولك أن تتصور أنه فرق الراتب، تعرف واحد طالع. صحيح. وبعدين رحت النجف في رحلة خلينا نقول شلون يعني تجرد من جميع ما بنيته فيما سبق وبناء وتأسيس شيء جديد يعني. زين، أنت طلعت من البحرين إلى النجف مباشرة أو إلى قم أول؟ لا، أنا هذا أمر أنا أحس أن هذا أمر لازم أن أتطرق له بعمق أكثر، وزي ما ذكرت. خذ راحتك. الله يحفظك إن شاء الله. في كثير من الناس من تسألهم مثلا وهم دارسين في قم شنو أفضل، قم لو النجف، يقول لك لا قم، ويعطيك نقاط فعلا فيها قيمة، أنه قم قد تميز يعني أكثر على النجف، وتروح للنجف نفس الشيء يسوي لك. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذا أمر مو صحيح، أنا مو موضوعي. فأنا فكرت قلت أنه أنا شلون بختار جامعة لو أنه بروح أدرس ماجستير مثلا خارجا، ما بروح بقول مثلا أمريكا أحسن من بريطانيا، أصلا ما في كذي قياس، ولا أحد عنده خلينا نقول ثقل من ناحية الاختيارات يقدر يقول لك أن هذا كلام صحيح. فقلت أنا بطبق نفس الشيء، فخلني أخذ فرة. فأول ما رحت قم أساسا، رحت سفرة كان مع أحد مشايخ الشيخ جعفر مرهون المالكي، لازم نذكر اسمه، كان له فضل كبير، استضافني عنده ببيته وفرني على الحوزات هناك، وكان يهمني أنظمتهم، لأن أنا من نوعية شخصية ما أقدر أنتج إلا في مناخ معين، وأبغى أحرص أنه موجود قبل ما أروح، سواء كان جامعة أو حوزة. كذلك بعدين توجهت إلى النجف ورحت هناك وطالعت الحوزات المختلفة. اللي خلاني أختار النجف ليس خصوص جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن كان هذا فضل فوق. رواية تقول مبيت ليلة أجر 700 عام عبادة عند أمير المؤمنين، وهذا بيتداخل مع بعض اللي يذكره بعد. أنا أدري أشوف ابتسامتك. زين، هذا من جهة. من جهة اللي فعلا كانت هي الشادة الأعظم هو أنه سماحة المرجع السيد علي السيستاني أسس أول مدرسة دراسية. كان عنده مدارس مجرد سكن وفيها دراسة بسيطة، بس الحين مدرسة نجم الأئمة تأسست عام 2014، فأنا اندرجت مع أول من اندرجوا فيها. طبعا هي بدت قبلي ب6 شهور، بس أنا دخلت وياهم وكنت مع أول فوج من المتخرجين. فهذه المدرسة اللي ميزها جدا إنها تضغط على الطالب، بمعنى الدوام فيها هو أطول دوام بالنسبة للحوزات في جميع الحواضر العلمية حتى في البحرين.
يعني وهي مدرسه نظاميه، يعني انت نفس الجامعه مثلا تنزل مواد وكذا ولا؟ بالضبط، بطريقه بتعديل. اللي تقوله الحين انه انت مثلا عندك درس معين، خلينا نقول قطر الندى وبالصدى اللي هو في اللغه العربيه، عندك 10 اساتذه يدرسون، انت تختار وتقدر تنتقل من حلقه الى حلقه، من وقت الى وقت، انت تتكيف. تبغي كم ماده؟ الاقل 3 ما يصير تقل عنه، والاكثر على حسب انت تحصيلك الدراسي. اذا كنت متميز يعطونك ترى مجال يرهم وياك. فهذه وش كان فيها؟ كان فيها اللي هو الامتحانات اليوميه، الاسبوعيه، الشهريه، الفصليه، كل سنتين كل ما تخلص كتاب، وايضا عندهم امتحانات اللجنه المشتركه اللي كل العراقيين يخضعون اليها. انا كوني مو عراقي ما كان مطلوب مني ان احضر فيها، بس انا قررت ان ادخل فيها، ورغم ان انا ما تممت المواد اللي دراسيه المفروض اخلصها، يعني باقي خلينا نقول شهر شهرين من الدراسه اكمل بعض المواد، فكان مو في مصلحتي انضم. ولكن الحمد لله انضميت ودخلت في هذه الامتحانات، والحمد لله بيضنا الوجه ويا الجماعه يعني. وطبعا الفضل الاكبر يرجع للمدرسه. التقرير اجباري، يعني يوميا تكتب كل اللي حضرته، بالاضافه الى ذلك المباحثه اجباريه في جميع موادك، فتحك الطالب. وطبقه الاساتذه طبقه ايضا متميزه. فانا اللي شدني لها النظام، انا ما همني الحوزه موجوده في وين، يا عسى في الموزمبيق، يعني هو المهم ان تكون في الحقيقه الاداره والاساتذه قادرين وكفؤين، وهذا مع ان حوزه قم اشتهرت بان هي اكثر نظاميه في السابق، لان انت قلت لي الحين 2014 صح. يمكن انا غيرت، يعني لان انا أيوة. سالت احد المشايخ او خلينا نقول اللي هم الخطباء الحسينيين الكبار عراقي، سالته عن ايهما افضل، قم او النجف للدراسه، فهو بنفسه في ذيك السنه قبل 2014 نعم. فقال قم انظم، نظاميه مرتبه وكل شيء. النجف اعلم. ممكن هو بعد انه عراقي شويه يشوف لا مو يمكن، لا اكيد. هذا هو بلا اشكال انه هو دروس احنا نقيس الحوزه ترى باعلى مرحله، لان المراحل اللي تحت انما هي تخلق لك كفاءات تقدر تصعد الى فوق. يعني الحوزه، كل الحوزه البحث الخارج، اللي تحت هذا يعتبر في الحقيقه انه شنو؟ يعتبر انه هو تمهيدات او انتاج جنود يقاتلون على الجبهه الاولى. زين، بالنسبه للبحث الخارج بلا اشكال ان البحوث الخارج في قم اكثر من النجف اصلا. ومن ناحيه القوه، الواحد نفس ما قلت ما يقدر يقول ان هناك اقوى او هني اقوى. يوجد دروس جدا قويه في قم ولا يستغنى عنها، ويشار اليها بالبنان. حتى في النجف ناس موجود في النجف يتسمع هذه الدروس، والعكس صحيح، موجود هذا الشيء. فبالتالي فعلا هو كان بالغ يعني في هذه الجهه كونه عراقي. نعم. زين، كم قعدت في النجف وسبب عودتك الى البحرين الى حوزه الجمري؟ هذا سؤال يعني مؤلم، يعني لانه يتضمن تغيير جذري. هو ثاني تغيير يعني، او خلينا نقول ثالث تغيير جذري صارني في هاي الفتره. انت تعممت في النجف؟ اي نعم. تعممت في النجف. نعم. فانا درست في النجف من تاريخ 1/9/2015 الى تاريخ تقريبا يعني الى مؤخرا خلينا نقول قبل شهر من الان. فكملت 10 سنين وبضع ايام، يعني هذا كان. والسبب اللي خلاني ان انا ارجع الى البحرين هو سبب ما يرجع الى الحوزه ومواجهتي مشكله هناك، يعني من ناحيه مثلا تصعب الدراسه او بعض الذرائع، ولا ترجع في الحقيقه الى يعني خطه مسبقه. بل كان انا اصلا رايح هذه المره واشتريت اثاث جديد على اساس انه ابقى واستمر، والكل انا مخبرنه هو بدا موسم دراسي جديد. اليوم اللي بدا فيه الموسم الدراسي هو اليوم اللي انا صعدت فيه السياره ورجعت الى البحرين. وكان هذا جدا جدا مؤلم علي ان اعرف ان اصحابي كلهم رايحين الى الدراسه، الى الدروس اللي انا معتادها وازقه النجف وكذا ورائحه بركه النجف، وانا راجع الى البحرين. سبب الرجوع هو يعود الى مساله جدا جدا مهمه عندي، وهو مساله الاسره. شلون الاسره؟ بالعكس ان انا اسرتي شخصيا مرتاحين للنجف، حابين يقعدون فيها اكثر، ولكن انت تنظر الى اسرتك وتشوف انه مثلا محتاجين اشياء معينه قد انت تعجز توفرها باكملها في ذاك المناخ. فاحين تبغى تسميها استراحه محارب، ما ادري، انه قد يكون لي رجوع لاحقا. ولكن الان بالنسبه للوضع الاسري كما انا اشخصه، ان انا شنو المهم عندي الى عائلتي، انا اشوف مصلحتهم حاليا على الاقل في هذه سنه سنتين ثلاث او ما اعرف كم، انه البقاء في البحرين. وفي ال10 سنوات اللي قضيتها في النجف شلون كان الوضع المادي؟ طبعا احنا نعرف انه يعني انت كنت متفرغ تام الى الدراسه الحوزويه. صحيح. فشلون كانت على قولتهم الصرف المادي عندك؟ يعني بما انك انت كونك بحريني
اكيد خليجي يختلف وضعه. ففاهم الوضع شلون مختلف. حتى هم يقدرون هذا الشيء الحوزه، يعني يعرفون هذا الموضوع. قبل ما اروح لهذا، انا اشتغلت مع شركه في البحرين ككوبي رايتر كما يسمونه. كوبي رايتر مو مترجم، المترجم تعطي كلام يحط ترجمته وبس، يعني هذه بساطته. اما بالنسبه للكوبي رايتر هذا مترجم اعلامي، بمعنى يعطونك نص بالعربي او بالانجليزي، لازم تحوله للغه الاخرى بحيث لو تقارنهم مع بعض ما يقولوا مترجم. ما يقولوا مترجم. اعطيك مثال. طبعا هذا الشغل مع شركات كبيره وكبرى في البحرين، كنت انا اشتغل وياهم بما فيها حكومه البحرين نفسها. فعلى سبيل المثال الحين يجيك سياره زين، يقول لك مثلا your destination before destinations، وجهتك قبل الوجهات. ما تقدر تخلي وجهتك قبل الوجهات، ما لها معنى عند العرب. بالانجليزي لا، معناها كلش رنان. سطر واحد نقعد عليه من الصبح الى العصر على اساس نطلع تركيبه اللي طالعه يقول ما شاء الله. وبعض الاحيان تكون الترجمه او خلينا نسميها الكوبي رايتنج افضل من الاصلي. فمثلا الطريق وقت الضيق بدل الصديق وقت الضيق، فيصير صداها جميل بالعربي بالانجليزي، تطالعهم اصلا مو ترجمه لبعضهم بعض. كان الراتب جدا مجزي جدا جميل. انا طبعا هذا بما نتكلم عن الوضع المالي، فانتقالتي الى الوضع المالي اللي يكون اقل طبعا راح يكون صعب. الوضع المادي في النجف انا بحمد الله تعالى انه هو ما اعتمدت على الاهل في البحرين على انه يرسلوا لي مبالغ هناك. يمكن حصلت مره واحده في خلالها 10 سنين كلها، ولغايه ولسبب. الحوزه تتكفل، يعني تعطيك انت مكان تسكن، الطعام كله موفر اليك، فانت ما يصير عندك في الحقيقه مصرف. حتى الفيزا بعض الاحيان الاقامه هم يتكفلون بتمامها، يعني على حسب المدرسه وتوجهاتها. زين، يبقى انه انت عندك حاجات سفر، تروح مثلا كربلاء غيرها الامور، يعطونك مصرف معين. انت كونك كطالب مبتدئ وكطالب انه مثلا ما عندك عائله، مو متزوج ذيك الحزه، يعطونك مبلغ متواضع يقارن ب70 دينار بحريني مثلا او اقل من ذلك بقليل. بس انت بعدين تبني على نفسك، انت تبدي التدريس. وانا بديت التدريس جدا مبكر بفضل هاي المدرسه، دفعتنا نحو التدريس. اتذكر سجلنا 5 اول يوم، قالوا لنا بنخليكم تدرسون، وانا رحت اركض الاداره، يعني ما تريقت، رحت يوم، لأن هذا أمر مهم. وهذا طبعا أنا كنت أنظر للجنبة العلمية، بس أيضا كانت ويا جنبة مالية، أنا كنت ما أدري إنه راح يمشون لنا أيضا فيها. فبالأحرى الواحد على قدر نشاطه ممكن إن مالياته تتوسع. وكذلك إذا من يتزوج يراعون الحال، إن أنت عندك زوجة يزيدون شوي راتبك، فبالتالي الوضع بالعكس أنا شفته وايد ممتاز. يعني إذا تزوج تقريبا يعني على أفضل حالة، لأنه هو متذبذب أيضا، مو كل شهر نفس الشيء. بعض الشهر يعطونك هدية زائدة مثلا في الشتاء، على أساس أنت تقدر مثلا كسوة الشتاء، أو مثلا واحد يبغى يشتري له دفاية أو غيره من الأمور، يعني يحتاج أنه بعض الأحيان في تنقلات من مواسم. فيوصل في أفضل حالات خلينا نقول قريب 300 دينار 350. يعني هذا أتكلم عن أنا شخصيا. هذا إلى طلاب معينين ولا إلى جميع الطلاب؟ أو مثلا من دولة لدولة تفرق؟ لأن عندك خليجي يراجعون عفوا يقدرون الشيء يعني. لا، هو تفرق من جهات متعددة. المراجع يمشون من حقوق الإمام إلى الطلبة حفاظا على استمرارية الحوزة راتب، لأنك أنت ما تسوي شيء إلا أنك أنت قاعد تدرس، وانت عندك مسؤولية شرعية. وهم يقولون لنا إذا أنت ما تدرس بالوقت الكافي، فإذا هذا يكون المبلغ الزائد محرم عليك. فأنت تكون تأكل بدل أن تأكل بركة من عند الإمام، لأنك أنت خادم له وتشتغل في مؤسسته. حال طبعا هاي الموضوع هاي موجود حتى في الغرب، يعني حتى مثلا عن العائلة المالكة البريطانية موجود مجموعة من الأوقاف اللي من خلالها هم يحصلون رواتبهم وغيره. يعني أيضا نفس النظام خلينا نقول الحوزوي، في جهة أنه يعتمدون على لبعض الوظائف المهمة هم يرونها مهمة، يمشون لها من مصادر خيرية خلينا نسميها، بعض المصادر خيري يعني. فأنت بإمكانك أنت إذا وضعك ما كان مناسب أنك تراسل مجموعة من المكاتب الشرعية، تشوف أن هل عندهم قابلية أن يضيفونك إلى لستهم، وعندهم شروط الامتحان الفلاني أنت مسوينه وناجح فيه، عائلة كم نفر غيره. ففي تدقيقات من هذا الجانب، ولكن ما في واحد بيضيع هناك. قل لي باختصار عن شيخ محمد رشيد اللي كان يقعد الصبح زين يتريق في البيت، يلبس اليونيفورم مال المدرسة ويروح المدرسة، إلى أنه راح مكان مختلف. سكنت أنت في البداية بروحك لو في سكن الحوزة؟ لا، في سكن الحوزة. إلى أن وصل إلى سكن الحوزة. نظام الحوزة شلون كان؟ صحيح. نظام جديد عليك، قعدة الصبح كذا، المباحثات باختصار كلمني عنها. يعني أنا بقول لك عن موقف تحديد ذكرت هذا الموضوع. أنا لما دخلت الحوزة كان تصوري بأنه راح أتفوق من البداية،
باعتبار ان انا الحمد لله طول عمري متفوق، بل حتى حصلت بعثه من البحرين لمواصله الدراسه يعني، واستفدت منها. بس للاسف انه هو اول كم شهر رسوب ورا رسوب ورا رسوب، فانا تعجبت، قلت يعني هذا عقلي تغير بغير شيء، او يعني الدراسه خب مو كلها كانت بالانجليزي، بعد في يعني في الجامعه خب بالعربي، وبعد تفوقت فيها، ما كان عندي اي مشكله. فاللي اتضح انه هو نموذج الدراسه يختلف. يعني انت في المدرسه في الجامعه مطلوب منك اشبه ما يكون ادراك وحفظ مجموعه من الاشياء، بحيث انه هو انت لو تكتبها مره اخرى في الورقه، او لو ترجع الى مثلا امتحانات سابقه وتحاول تكتب اجابات مسبقه، تقدر انك تتفوق فيها. يعني كثير منها حفظي، الفهم طبعا ما نلغيه موجود، بس في الحوزه التركيز على الفهم هو 100%. بمعنى انت من تدرس ناخذ مثلا سطر واحد، ليش عبر بهذا التعبير مو ذاك؟ هذا شنو يشير اليه؟ هل ممكن انه يقصد كذي؟ هذا هو مشتبه فيه لو لا؟ انت تحاكم النص، والمطلوب انك تحاكم النص، وهذه الملكه ما كانت موجوده عندي، فنمت يعني شوي شوي. زين، اول كتاب هو كان البدايه؟ لا، البداية مع الناس بالبداية، بس ما يدرسون في البداية. ما يدرسون لا البداية. لا صعب. لأن أنا سمعت ثلاثة ليس لهم نهاية. بداية كفاية نهاية. مكاسب. فهو لا، البداية هذه في الفلسفة. هذه في الفلسفة، وهذا يدرسونه متأخرا، يعني يدرسونه في السطح، يعني ما قبل البحث الخارج. وفي المقدمات بعضهم يدرسون، احنا درسنا مقدمات. زين. فهو يعني ايه هذا الكتاب. ما قلت لي في البداية أول يوم رحت ووصلت مكان جديد؟ هاي سالفه هذه. هذه بختصر لك. انا خب لان مولود ب 21 اوغست، فاتذكر انه بعد 3 ايام كانت طيارتي الى النجف 23 اوغست، ذاتك اتذكره كلش جيد يعني. واتذكر كان حسيت والناس يسلمون علي وانا رايح، حسيت برهبه، انه محمد انت وش سويت؟ هديت الحين، سيارتك بعتها، شغلك وتركته، ويعني قطعت روابطك بالبحرين على اساس انك راح تنطلق. فقاعد افكر، بس هاللحظه بس جتني رعده، بس من ركبت الطياره نزلت علي الطمانينه. المهم يوم نزلت كان الجو حار قاتل جدا. حر العراق. نجف بعد، بس انقطاعات كهربائيه. ولما رحت انا دخلوني في حجره، طبعا هذا رحت في جانب الاخوه الاحبه المشايخ البحارنه، في عندهم هناك سكن مشترك يقعدون فيه، خصوصا اللي توهم جايين. رحت تتذكر منو كان وياك؟ اتذكر، بس انا لان المشايخ على قولتهم ساعات يتحرجوا من ذكر الاسماء، فانا بعد وش سوي، انا ايادي مربوطه، بعدين ورا الكاميرا اقول لك. تمام. فلما وصلت انا هناك، في غرفه كانت مقفوله لمده شهر كامل، واحد من الطلبه مسافر قم وبيرجع قبل الموسم الدراسي. فدخلت هذا الحجره، عباره عن تنور، والكهرباء ساعتين تشتغل ساعتين تنقطع. زين هذا الاي سي وش يلحق هو من شهر ومو مسوي سيرفيس، شغلته ولا كاني شغلته، شغلت البانكا. اتذكر انه هو يعني باقي شوي حتى الجلد اللي على ملابسي، على جسمي، ان ابغي انزعه من الحراره تطبخ من داخل الى الخارج. قعدت اليوم الثاني، ما قعدت لأنه ما نمت، بس يعني قاعد افكر اقول بحبت بلاش تروحك بويش. طبعا هذا كان يعني تجربه كذي مثل ما اقول زلزله مبدئيه لا اكثر، امتحان من الله رب العالمين. وعقب كم يوم انتقلت الى مدرسه نجم الأئمة، لا موجود فيها التكييف، موجود فيها كل شيء، والنظام الحوزوي اللي هو الصبح يقعدون، وكانوا الاكل عندهم الريوق يسوونه يبرزونه. يعني طبيعي انت حياتك هناك كحوزوي ما راح تختلف واجد عن حياتك كاكاديمي، الا في مساله انك انت مطالب بانك تحافظ على نمط الدراسه طول الوقت. يعني انت يحبون منك انك انت تكون مجد، وانك انت تتعب، وانك انت يعني خلينا نقول تهلك نفسك ولو في البدايه، تبني نفسك. يعني في شيء ما جاوبنا عليه، وش هو الدافع اللي خلاك تروح؟ جميل. هذا الدافع يعني هي قصه ايضا طويله، انا دائما احاول اختصرها ان شاء الله. اتذكر في صباي كنت انا احب انه هو ادرس دين، في التعليم الديني واجب مننا درسون، تدرس الجماعه كلهم اشتركوا فيه. فكان في مشكله انه هو المناهج لا مناهج، ان كل واحد كانوا بروحه، وهم جزاهم الله خير هذا كان متوفر ذاك الوقت يعني، وكان قله المشايخ، وكان ما طلع على الواتساب ولا غيره بعدهم، فبالتالي ما في سبل واجد، فهذا الموجود. فانا كلمتهم قلت لهم يا جماعه الخير ليش ما نوسع التعليم الديني؟ لان الجماعه وصل عمرهم 14 سنه يبغون يتعلمون عن الغسل، عن الطهارات، عن الصيام، عن بعض الحقوق الشرعيه، لازم صدقه مثلا خلينا نقول زكاه العيد، الاخماس وغيرها، لازم يعرفون عنها شيء. فاتذكر قالوا لي كلمه، قالوا احنا ايادينا مربوطه، هاي يبغى لها واحد من المشايخ، واحنا ما عندنا هني حاليا من هو موجود يقدر انه يتصرف. طبعا صدد فيها كثير من المشايخ، ولكن في ذيك الفتره كانوا كلهم يدرسون، ويعني عائلتنا فيها يعني 3 مشايخ من اولاد عمي يصيرون.
فيعني هذا المشايخ كانوا موجودين ولكن في طور الدراسة، يعني مسافرين، وواحد منهم كان موجود بس مشغول. المهم فأنا قلت أجل خلني أنا أحاول، بما أنه هو ما في أحد يسد هذا المسألة خلي أنا أحاول أسد هذا المسألة. رحت درست عند مجموعة من المشايخ والسادة، أيضا أتحفظ على أساميهم لأنهم يعني تعرف شوي وضعهم. هذا في البحرين؟ في البحرين نعم. وكان عمري 18 سنة يعني بعدي، فدرست عندهم وأخذت رسالة عملية تقريبا كاملة وبعض الأمور الأخرى. ففتحت تعليم ديني خاص، وكان للشباب فقط من أعمار 14 ل 17. نجح 25 واحد حافظ على الحضور ولا واحد صار عندي غياب. السنة اللي عقبها قلت أنا لازم أتوسع، نجح البرنامج فوسعته أيضا وشمل 125 نفر ما شاء الله. مراحل عمري قسمتهم من 7 إلى 11 لأن علمهم 7، 11 إلى مو فاتح روضة بعد أصغر بعد ما أقدر زين 11 إلى 14، 14 إلى 17، 17 فما فوق. وأذهلني الحضور وتعاطي الناس، وانكسرت عند الجماعة أنه رغبة أن التعليم ديني ما بروح، لكن تحاول أحافظ على الروح المرحة وتجارب مختلفة وأفرهم على المساجد. يعني ما ندرس مسجد واحد، لا نفتر في كل المساجد وشيل وغيره، عشان الناس بعد تكسر هذه خلينا نقول ما أسميها عنصرية بس أسميها اللي هو بس عدم انفتاح على الآخر، على المسجد الآخر. والله ما أصلي هني، إذا يدخل يعني طالع وهي أول مرة يدخل. المهم فوراء هذه شفت أنه هو الأولاد والشباب من يطلعون من المسجد يصيروا واجد متقاربين، يتعرفوا على بعض عن جديد كانهم ما يعرفون بعض. فحسيت أنه هو عندي قابلية بأنه أساهم في خلينا نقول لم المجتمع أكثر. مجتمعنا الحمد لله ملموم بس يبغى له لم أكثر أيضا. فحسيت أن عندي قد يكون قابلية مستقبلية، فحسيت أنه واجب علي. فلأجل هذا الأمر أنا قررت بأنه أنا يجب علي أروح، ودعيت دعائي المشهور اللي ذكرته أنت قريته في الحساب، أنه يا رب أنا أدري أن أنا مو من أهلها، ولكن يعني أنت اغفر لي أي تقصير وساعدني وعني يعني. الحمد لله ووفقت إليها. والله هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يعني إن شاء الله أنا أكون وفقت. زين إحنا الحين خلينا ننتقل من النجف. إيه زين وخلصنا وتعممنا ورجعنا البحرين. إيه نعم. سؤال يطرح، إيه أنت انتهجت منهج أو اتخذت طريق أن أنا بروح أبلغ في أوروبا. شوف اتخذت هاي بحط عليها خط واتخذ هو جاك ولا دزوني فيه. بقول لك السالفة بعدين بس الحين كمل سؤالك. زين قولها الحين عادي، يلا خذ راحة شرب ماي. زين لا ما يخالف، هاي حمستني انت الحين. زين شوف انا الحين بقول لسامي، انا اتصل بي الله يحفظك ان شاء الله ويسلمك يا سيد محمد عقيل من المرخ. اتصل بي كان في محرم، لان محرم انا مو في البحرين كله في كربلاء. اللهم سنة من السنين بس اللي هي قبل 3 أو 4 سنوات اتصل بي، انا كنت موجود. قال لي يقولون تعرف انجليزي؟ قلت يقولون. قال ها، قال تعالوا وياي خلينا نروح نصور. قلت نصور وايش؟ قال فيديوهات بسيطه. قلت يلا ان شاء الله. ورحت انا وياه، وذكر وداني منامه، وقفنا قدام موكب يكلمني ما اسمعه، اقول بلغه اشاره يعني وش تبغي احين؟ يقول لي تكلم. اقول اتكلم وش اقول؟ قال قول اي شيء. وقفت طالعت شفت المكان يعني في معزين وكذي وغيره. قلت خليه تصير مثلا تعريف الى الشعائر الحسينيه التي تجري في المنامه. فانطلقت من هذا المنطلق. فيديو يا دوب 40 ثانيه. بعدين صورنا 3 فيديوهات ايضا اخرى واكتفينا بهذا المقدار. رجعت نمت صبحت فتحت الانترنت مال التليفون اشوف بنقات ورا بعض، ما ايش السالفه، كلهم طرشين لي لينك. شغلت له فتح لي تيك توك، انا ما عندي تيك توك، فيعني حملته عشان اشوف شو السالفه. الا اشوف الفيديو ماله ومنتشر عدل نفسه. اتذكر بعد كان هاني الفردان وكذلك جد حفص ايضا نزلوا الفيديو وشي وغيره، ويعني صارت ضجه عليه انه هو التبليغ باللغه الانجليزيه. طبعا انا سبقني الى دكتور ميثم السلمان. صحيح. انا هذا بعد معلومه لازم اذكرها، لو واحد ما يصير يلغي ويقول انا اول واحد، فسبقني الى هذا الشيء. المهم طبعا الحكي عن اللي هم في البحرين بس ولا هو برا عندنا؟ لا خذ البحرين كثير بالانجليزي يعني المبلغين خلينا نقول او الخطباء بالانجليزي مو واجد يعني، بدون ذكر اسماء يمكن 3-4. انت على حسب تتكلم وش تتكلم عرب اقول لك قليل من العرب اقصد. اي اجانب موجود لا كثير. خذ الاجانب اي هذاك بصوبهم. المهم فخلصنا وقال لي بعد رد مره ثانيه خلينا نروح نصور. المهم انا جتني اتصالات. انا طبعا للمعلومه حساب الانستغرام مالي يوم سافرت النجف نزلت في آخر ستوري إن أنا راكب إلى الطيارة وكاتب بسم الله وبالله ما أدري وش اللي بالحار ما أدري شيء كذي يعني. فكان ماخذني الحماس ذاك اليوم. فالمهم إنه محيت كل الصور مالي اللي داخل، حتى المنشنات مالي محيتهم.
يعني ما ادري، حسيت انه هذا انا اخلق شخصيه جديده فلازم ان ابدا من ارضيه جديده، والحكي هذا مهم. فالناس حصلوه من اثر الفيديوهات اللي طلعت لي، ما شلون حصلوه. فتموا يتصلون لي من خلال الانستغرام ويترشون لي انه ترى عطنا رقمك نبغى نسولف وياك. فالمهم 4 طلبوا مني قالوا انت في قرايه في باللغه الانجليزيه في البحرين، ترى في واجد اجانب هني وعندنا اهل وكذا يبغون يستفيدون، وهذا واولاد مثل مدارس خاصه ما عندهم قوه قلت لهم ما في. واحده هي اللي كسرت قلبي وخاطري وخلتني اتوكل على الله. اتصلت، طبعا انا بخفي بعض الخصوصيات لان في البحرين هي ساكنه. قالت ان زوجي هو مو من هذا البلد ولا مره سمع الحسين باللغه الانجليزيه، ودائما يقعد في الماتم يجيب كتاب يقرا اللي هو ما يعرف عربي اساسا بتاتا، يعني لا فصيح ولا، ومن يصير النعي يحاول يستذكر ما يفهم من الطف، فابغاك تعرفه الطف. فسالتني عقبها قالت فيه قرايه عندك انت باللغه الانجليزيه؟ قلت لها فيه وما فيه بس انا قلت فيه بما سيكون، يعني قلت انه اكيد اي فيه. قالت لي فوينه؟ قلت المنامه. قالت لي فوينه؟ قلت ما ادري لحد الحين، الليله نص الليل بعلن. طبعا هي بعد شهور عده تواصلت وياي وقالت ترى الليله انت قلت لي ان الليل بتنزل اعلان ما نمت، وكنت انام بعض الاحيان اغفو اقعد مزهوقه ان ابغى اشوف الاعلان لهالدرجه، معني بتشوفيني يوم ثاني بس يعني انه حابه ان الشيء يطلع الى زوجها كمفاجاه. المهم فاتصلت بواحد من احبابي السيد عدنان منامه، طبعا سيد عدنان العلوي تعرفه. ايه انا كنت ما بكمل بس انت عرفته، خلينا نفضحها شوي معه. زين يستاهل هو ان شاء الله فضيحه الخير. فاتصلت قلت له انت من منامه تعال خذني، قال افعلك. فرحنا هناك ماتم حجي عباس، قعدت في ماتم حجي عباس الله يحفظهم ان شاء الله خليهم، وكان هناك يقرا الشيخ ابراهيم الصفا. خلص القرايه فقال لي السيد يلا خلينا نفطر. قلت ليش نفطر احنا في ماتم؟ قال ها، قال انا كنت مفكر ماتم ثاني. قلت ما يخالف احنا في ماتم وهذا مشروع، اذا وافقوا ما وافقوا نشوف جهه اخرى. كلمناهم ما بين ما كلمتهم ما بين ما اعطوني النتيجه كان ساعه، ما قصروا، لان طبعا هالساعه يتضمنها ان انا قاعد اقول الفكره وشنو راح يصير وكذا وغيره، وعجبوا بالفكره وقالوا توكل على الله. نزلت الاعلان ذكر ساعه واحده، بعد تليفوني قام يرن كانما انه يعني، وكان هذا اتذكر مع العلم انه نفس ما قلت لك ان انا حذفت الانستغرام، انا كنت ابغى اوصل له شاهد نسيت اوصل له الشاهد. الشاهد انه هو اكتشفوا حسابي ما ادري شلون وما كان في متابعين الا قليل، بس اهلي وربعي يعني هذا نطوا المشاهدين نطه كبيره يعني في ليله واحده، لان نزلته في هذا الحساب وخلاص انا قلبته حساب تبليغي لاول مره، كان فاضي الحين صار فيه هذا اول فيديو. وانطلقت اول ساعه، اتذكر اول ما وصلت ماتم حجي عباس كنت اتصور انه ما في احد، يعني لان وقت القرايه باقي عليه بعد ساعه ونص يعني على الشيخ. دخلت ما في مكان اقدر انا ادوس عليه، يعني اتخطى الرقاب كما يعبرون لهالدرجه، يعني اتخطى الرقاب و يعني اقول لهم مسامح ومتضايقين متعاصرين لا متضايقين، اسالهم كذي يسحب كتفه بعد يطلع يقول اوه هذا هو صاحب المناسبه. انا اتذكر هذه الفتره، اتذكر كانت يعني نوعا ما احد قال اكو ماتم حجي عباس يقرون بالانجليزي، بس ما اتذكر شيء ازيد منها يعني، بس يعني اتذكر اللي تقول انت انا حاضرنا يعني الشباب اللي هنا حديثه بعدين الله يحفظهم. طبعا دائما يقولون المصور الجندي الخفي، اليوم جدي حاضر ويانا. المهم فانا يوم حضرت صعدت وانا ما كنت لا محضر موضوع ولا كان عندي شيء، لان كان واجد شوي مربوك ذيك الفتره. المهم صعدت المنبر ورجلي لو تربطها بجدار هدته من الرجفه وصيقة تجف، يعني ما أول مرة في حياتي إنه أوقف يعني أنا أدرس، صار لي سنين أنا أدرس، يعني تقريبا 6 سنين قبل هذه أنا أدرس اللي هو في الحوزة، بس مو يعني هو. بس هذه ما كانت أول مرة تصعد منبر يعني؟ شوف كصعدة منبر إيه، كقراءة بيحصل بعد دعاء شوية في سفر قاعدين ويا 2 قرآن يعني شيء ما كان لا. فصعدت واتذكر وانا اقول صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي ابا عبد الله، صوتي فيه رعده، الميكروفون مالهم قوي ما ادري اي نوعيه زين، فشوي جتني ربكه شوي زياده. بس بمجرد انه هو دخلت في الموضوع اول دقيقه بعد ما حسيت الى روحي ان الوقت خلص، شي جر الى شي كذا غيره كذا. المهم استمرت الى ليله 13 مباشره، من السنه اللي وراها الى حد اليوم كلها طلبات خارجيه. واحد المشايخ الكبار استشرته في البحرين ايضا ما اذكر اسمه،
يعني مو ما اذكر، انا ما اذكره، ما راح اذكر اسمه. قلت له انه وش اولى؟ قال لي لا هناك اولى، ان مهما تجيك دعوه روح لها. الاولى انه هو في اذا نروح برا. زين هذا يطرح سؤال، وش هو؟ هل الدين الاسلامي هو دين تبشيري؟ لا، يعني هذا من اكبر الاشتباهات حول الاسلام. اذا حق شو نروح ليش اولى؟ الحين بنشوف. شوف، في شغلتين عندك انت، مذهبين عامين في الاسلام، المذهب الشيعي اللي هو مذهب مدرسه الصحابه. زين، بالنسبه الى مدرسه الصحابه هم يرون بانه انك انت تروح وتفتر وتبلغ هذا من الضروريات ومن المهمات، وفيديوهات موجوده في كل مكان، وهذا معروف عنهم، هذا النشاط التبشيري. احنا بالنسبه الينا يعني انا ما اقدر اقول ان هي رؤيه مذهب، ولكن انا قاعد انظر لشخصيات المذهب وقاعد الاحظ هذا الشيء الى درجه معينه. المهم ليس بان انت كم واحد دخلت الى الاسلام، المهم انك انت تشرح وتبين وجهة النظر. يعني انك انت تاخذ وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية انك تبين. انت تبين. اذا هو تبيين وليس تبليغ يعني. اي يعني التبليغ مشكلة. وش مشكلة التبليغ؟ يحمل واجد اضواء بعضها سلبية. التبليغ او خلينا نسميه التبشير، انت استخدمت هاللفظة التبشير فيه شيء من قهر الخصوصية، فيه شيء من الارغام، تحس نوعا ما تعال انا بقول لك عن كذا كذا. الامام يقول كونوا دعاة لنا بغير السنتكم، مو يعني لا تبلغ بلسانك، بلغ بلسانك، ولكن انت كون تمثال لما ينبغي ان يكون عليه الانسان. الناس اوتوماتيكيا بيجون اليك، ولذلك عندهم روايه انه لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. هذا ايضا تبشير وتبليغ، ولكن مو بالطريقه المعهوده ان تعال يا فلان بكلمك. انا هذا اللي اقصده. زين، فاقدر اقول كوجهه نظر موجوده عندنا كشيعه، حتى لو ما كانت الغالبه، بس اللي انا اتبناها واحبها، بانه لا لتبين للناس. زين، هذا هو. طبعا احنا في القران ايضا موجود عندنا انه بلغ، وهاي اللفظه مستخدمه في اكثر من ايه، ما انزل اليك من ربك، وهذا يتعلق بركن ركين من اعتقادنا وهو امير المؤمنين سلام الله عليه. صحيح، ولكن هذا الموضوع له ظروفه الخاصه. لما انه ختمت رساله النبي وبقيت اللبنه الاخيره، ان الحين اوقف مثلا واجهر بهذه الطريقه. كذلك في بدايه الاسلام، هذا بدايه دين وختام رساله، ضروري يكون في هذا الموضوع. احس الحين لا، الحين احنا وظيفتنا ان نكون مجيب صريح فاهم حكيم. هذه اذا انجمعت انت مبلغ. هذا اللي في شغله التبليغ. فبالاحرى فاحنا يعني كتبشير احنا ما اشوف عندنا، مع انه هو الان موجود في مثلا بعض الدول الاسلاميه انه يرسلون الى افريقيا وكذا وغيره، يعني عندهم هذا النوع من انواع النشاط. زين، هذا جهه اخرى. ليش هناك اولى؟ لان هناك بعيدين عن المنابع الصافيه للعلوم الموجوده عندنا هني، ياخذون فقط من علماء هناك. احنا هني ما شاء الله وين ما تلتفت موجود ثقافه دينيه، موجود كتب لا حصر لها باللغه العربيه، اليوتيوب ما يوتيوب وغيره، والمحاضرين، وحتى عدد المشايخ. هناك كثير من المشايخ ترى دارسين عندهم، مو دارسين في الحواضر العلميه للاسف. يعني شلون تعمموا هناك؟ اي موجود عمامه بريطانيه وامريكيه، موجود وما قاعد اقولها بطريقه سلبي، بس اقول انه هناك درس وهناك تعمم. لان بس على ايد من تعمموا؟ مشايخ كبار انتقلوا من الحواضر العلميه الى هناك، فبالنهايه ما درس في حاضره، درس عند من كان دارسا في حاضره، فما ينبني بذاك الجو. فهم اصلا من الاهداف اللي يبغوننا نروح هناك كناس مثلا عرب ودارسين في حواضر علميه، يقولون احنا نبغيهم يتذوقون المذاق المختلف للاطروحات المختلفه الناتجه عن اختلاف المنشأ. هناك عندنا بس انت هني تعطيهم موثوقيه خاصه كجاي من النجف مثلا، كعربي ككذا، هذه واجد تصير مهمه عندهم. فالاولى من هذه الجهه. وفعلا انا تصورت ان لما اروح اسئله واجد صعبه بتواجهني، الأجوبة كثير منها بسيط. في بعض الأماكن لا، أنا أقول لك حكوني حق فعلا صح موجود، من ضمنها إدنبرا لازم أذكرهم. جايين لهم واحدة. أول نعم، عقب هذا كله، أول سفرة جتك إلى، خلينا ما بنقول إلى أوروبا، بنقول إلى برا. صحيح، بلاد برا. وين كانت أول سفرة؟ كانت أمريكا، كان إلى ولاية فينيكس اللي هي في ولاية أريزونا، في فينيكس، مدينة فينيكس اللي هي صايرة أقصى غرب أمريكا، أبعد شيء في أمريكا، يعني بعدها كاليفورنيا، بعدها البحر. زين، هذا يفتح شغلة الحين. وش هذه كانت دعوة؟ دعوة كاملة ولا بس ألو تقدر تجينا مني؟ زين انت ان شاء الله انا بروح اجي تذكرتي وبجي
ولا هم يتكفلون بكل شيء؟ جميل. زين، هذه الدعوة في بدايتها كانت غامضة، ان احنا نبغاك تجي تقرا عندنا محرم، تقدر باللغة الإنجليزية بس فقط، ما كانوا طالبين عربي. السنة اللي عقبها قالوا عربي إنجليزي. قلت لهم ايه اكيد ان شاء الله. قالوا ان شاء الله بنتواصل وياك بهالبساطة، لان انا مشروع يهمني وهذا مشروع يهمهم. تفاصيل اخرى ما همتني مبدئيا، وحتى بعدين ما همتني، هم تكفلوا بها. طبعا احنا عندنا شيء، احنا عندنا في الثقافة المأتمية تبغى تسميها او التنظيمية، انه انت اذا بيجيبونك من بعيد يتكفلون بسكنك ويتكفلون ايضا بتذكرتك، وبعض الاحيان ايضا يعطونك هديه اللي هو ماديه بعدين بدون شرط لو بشرط. هذا شيء. خليني اتكلم عني انا شخصيا. انا ما اقدر اتكلم عن السابق طبعا أكيد. وانا جديد جدا، يعني انا مو من صراحه، يعني مو من اسال عن هذه الامور. المفروض انه هو المفروض الاسبقين وهذا اللي عندهم خبره اعظم، ولكن انا باعتبار انه سفر خارجي فبالتالي لعله انه يناسب هذه الجهه. على كل حال أنا أخذت على نفسي عهد ذاتي، يعني كذي من أول ما بديت، إنه هو أنا ما بطالب ولا بسأل، مع إنه أنت يحق لك ترى لأمور ثلاثة. أمر أول، ترى هذا مو ياخذون وقتك، ياخذون وقت عائلتك. أنا إنسان متزوج، عندي طفلة، ياخذون هذا الوقت. الله يخليها لك. الله يحفظك إن شاء الله. بعد غير مجهود التحضيري، غير هاي كلها في العنصر الأول. العنصر الثاني من أنه أنت هذا الهدية التي تعطى ترى لها غاية من زمان المعصوم موجودة، لها غاية مهمة. زين، هذه الغاية مو بس غاية حث، غاية النخب. أنت إذا تروح إلى الطلبة الجيدين، طلبة العلوم الجيدين، يقول ودي ما أنشغل لا بعائلة ولا بشيء، أنشغل بالعائلة بس من باب الضرورة، أنا همي العلم. هذا كيف تجيبه يروح ينقطع عن درسه 20 يوم حاضر؟ لابد أنه يكون هذا بإزاء شيء بحيث أنه مجزي مشجع. أيضا في تشجيع، ليش ننكر؟ فيه تشجيع. زين، وطالب العلم بشكل عام أن عادة ما يكون مداخلهم بسيطة، فهاي المواسم يفكون فيها ديونهم، فهذا يصير مرغب إلى الطالب الجيد أنه يروح. مثلا عنصر ثالث يعني أذكره ولو على سبيل العجالة، أن هذا يخلي رسمية، يقدرون يحاسبونك. أنت ما طرحت لنا كافي، وانت هم تحاسبهم بان انتم جايبيني مسافه بعيده، اشغلوني اكثر. انا هاتشري احاسبهم، اقول ليش انتم قاعديني بس على محاضره واحده؟ افتر على المواتم الاخرى. صح انه بيصير منافسه اليهم، لان عباره هذا دافع التذاكر هل يستفيدون، بس اقول لهم، قولوا لهم حتى ما نبغى منهم فلوس، قول لهم انا موجود واحد يتكلم باللغه العربيه الانجليزي، تبغوني حاضر برسم الخدمه. وفي سنه من السنين طبعا قرأت 4 مواتم، ويعني والمدفوع واحد بس البقيه لها. وطبعا المدفوع ايضا نفس الشيء، انا اخذت قرار ان انا ما اطلب. جاء شيء، فهذا هديه من الزهراء وما ارفضها، لان في نهي كبير، ترى في نهي كبير من الائمه انفسهم على رفض الهديه. هذا في لك فيديو طلع قبل فتره في مادة يعني الهمله، تذكر موقف، تذكر موضوع اذكره جدا جدا، وصار شوي عليه لغط، ولكن مو لغط واجد، لا واجد لغط صراحه ايجابي. لا والله سلبي، انا شفت كثير منه سلبي صراحه. تحد تكلمنا عنه. انزين، السالفه كنا في ماتم الهمله، وما عندي فقره هناك اصلا. السيد علوي كان المفروض انه يجي يلقي لنا انشوده، الله يحفظه، فكان تاخر وصار في وقت فراغه، الكل الموجودين كلهم قاعدين تحدثوا. فبجلسه خاصه بيني وبين اداره الماتم قالوا عندنا ترى بالضبط 3 دقائق، هو يقول كذي على اللوكيشن ماله، وقف يقول لنا شيء. فانا هاي الارتجاليه كانت ترى مو محسوبه اصلا. زين، واحد يقول وش لك يعني، بس يعني انا بالعكس انا احب اقدم خدمه يعني. فلما صار هذا الموضوع رحت القيت كلمه بخصوص اجور الخطباء. ليش؟ باي مناسبه؟ بمناسبه انه راح يجي لنا منشد، هو منشد خطيب، حتى في العراق يسمونه ملا. فقلت ان انا بجيه السيد انه راح اذكر هذا الموضوع، وذكرت لهم بانه وارد عن الائمه ورود مستفيض جدا عن اجزاء هدايا الخطباء اللي منهم الرادود اللي راح يجي. هل المقصود يعني طبعا المواد قاعد اتكلم عنه، بس هو جاب لي الفكره فاقول المنشدين الرواديد كذا. فالهدف منها انك انت تبغى ابين لهم شنو هي الغايه، والغايه من وراءها اللي انا ذكرتها بانه انت هذا هو متحدث بالدين، هذا مرغب للدين، هذا عنصر مهم جدا،
وقلت لهم قضيه، قلت لهم تتابع الحسابات الالكترونيه، اعلى الحسابات الالكترونيه من ناحيه المشاهدات، من ناحيه اللي هو المحبوبيه، حتى من ناحيه الاقتداء بهم، المغنيين في الغرب تشوف انه اعلى الحساب. طبعا الحين البلوجرز بداوا ينافسونهم، لكن هذا مؤخرا هالسنتين، قبل هذا مستحيل. المغنيين هم رقم واحد، واللي جانهم بعض لاعبين الكوره وبعض الاشياء كذي غيره، بس باكتساح شديد اينما ذهبت. واحنا عندنا هني ويش ولا باسم الكربلائي، شوف انت اي حساب ديني اتحداك، حتى يعني بعض الحسابات منسوبه الى بعض المكاتب الشرعيه الدينيه مال المقلدين ما عندهم على قده. اكثر واحد متبوع شيعي هو باسم الكربلائي، وهذا امر ما نقدر ننكره، بارك الله في جهوده. فالمراد انه هو الكلمه الحلوه، انت ارجع الى جميع الحضارات، ارجع الى جميع العقول، ارجع الى جميع الجماعات البشريه، لازم يكون عندهم نتاج فني. ليش انا اخلي هذا الصوت الحسن يروح الى غيري؟ ما اخليه عندي. وكان في فتره من الفترات الوسيله الوحيده لايصال صوت الحسين. جت فترات تقيه شديده، وجت فترات حتى بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، كان فتره صعبه. والامام ما سكن في المدينه 5 سنين، كان خارج في خيمه من الشعر، وحصلت واقعه الحره وهو ما كان موجود. وبعض واحد يسال يقول لما استباحوا المدينه ليش ما قتلوا مثلا الامام السجاد سلام الله عليه؟ ما كان موجود اصلا. فبالتالي وكذلك الامام باقر كان يعني خارج المدينه. فالمهم انه هو كان في حالات معينه الناقل الوحيد لصوت الحسين وللدين ايضا، وفي اوقات اخرى ليس الوحيد ولكن الابرز، هذا امر ما ينكر. وجاءت قالت هذا يرتب له روحه، زين يا جماعه خير، ولا عمري طلبت من ماتم، والله اصلا مره من المرات انا هي بذكر الشيء بالشيء يذكر. لما قلت لك انا قرأت 8 مواتم او عم سامحه 4 قرايات، كان واحد ورا الثاني، وانا واحد مو عندي صوت من الياس عشان تقول لي ان هذا ماكينتي جديده مو متحركه حتى مو ما علينا. فانه هو كان صعب علي، ولكن وافقت. واحد من القراءات كان البحرين بث مباشر، اقعد الساعه 3 الفجر ابثه، وعندك 3 ورا بعض في امريكا، واتنقل من مكان لمكان، ويعني كان صعب جدا علي. يعني كنت انا بس اقول يا ربي متى تجي نص الليل عشان انام لي هالساعه قبل ما يجي الماتم الاخر، كلش متعب. زين الحين هذا كله الواحد الحين لو مثلا واحد يسمع يقول اوه والله محمد رشيد قام قرأ 4 مواتم هناك، يتصور انه رجع البحرين ب10,000 دينار. تذكرة صارت علي، وبالاضافه الى هذا ان المبلغ اللي اعطوني اياه كهديه مو استقلالا، انا ما اقول استقلالا، بس قاعد اقول لك ان انا عادي عندي مقابل اللي اعطيته. اي يعني انه كان 800 دينار. طبعا هذا المبلغ 800 دينار وشو؟ صرحت بالمبلغ يعني؟ لا صرح، ليش ما صرح بالمبلغ؟ 800 دينار. هو عاده في البحرين الخطيب يعطونا تقريبا 2005 او شيء كذي على 13 ليله. انت تخيل انا 4 مواتم اقرا لهم، زين 800 دينار. رجعت احمد ربي واشكره وبايس ايدي على قولتهم مقلوبه، ان الحمد لله هذه هديه الزهراء، الواحد لا ينظرها باستقلال ولا هاي بركه، وفي النهايه هذا مو مطلوبك ولا هدفك. فالقصد انه هو ايش؟ انه يجونك الناس على تهمه، يقولون والله هذا مثلا يعدل له روحه او يعدل له ربعه، او انه مثلا والله يفترون على ائمه او بعض الكلمات الجارحه يعني. بس انت استشهدت وسميتها بان هي اعطاء الخطباء او الرواديد. زين مع ان احنا عندنا العرف في البحرين، احنا الرواديد ما ياخذون عاده. اي في البحرين لا، بس في برا احنا غير، بس احنا عرفنا يعني عشان لو احد يطالعنا من برا يدري ان احنا عرفنا في البحرين الرواديد ما ياخذون. والشعراء ايضا لا تنسى، لان هو ترى بدأت من الشعراء اكيد. الشعراء اكيد. بس انت استشهدت بانهم من السنه اكيد، ان هذا كان بالعكس، هذا الائمه كانوا يعطونهم سنه ثابته عند الفريقين. فتقدر يعني تذكر لنا 100% يعني شوف من الواضح انه تواتر السنه معنويا بان اهل البيت وخصوصا حتى النبي صلى الله عليه واله له بدأ بهذه السنه كان يجزل العطاء بشكل يستغرب منه الناس. قبل ما نتكلم احنا ليش كلامنا الدنيا، خلينا نروح للاخره. من كتب فينا بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، على الإمام الصادق. طبعا بعد تغيير بعض الكلمات لما أتذكر الرواية بشكل صحيح. أيد بروح القدس. هذا بعد مثلا لا زال حسان مؤيدا بروح القدس ما كان معنا أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله. يعني تخيل حسان في النهاية ترى بالنسبة إلى منظورنا الشيعي إنه بعدين شوي جانب أهل البيت، ما وقفوا وياهم الوقفة المفروضة بالنسبة لنا، ولكن هو يقول ما دام ويانا كذي تأييد بروح القدس، هذا ترى ويا الأنبياء. أنت ما قلت لي أول إنه ليش هذا العطاء إليهم هم شعراء؟
تروح لي للدنيا مع انه والآخرة او للآخرة خير وابقى. مو تقول زين بعد من بكى وابكى له على الحسين سلام الله عليه مثلا، هاي الروايه انه تقول دخل الجنه مثلا. وعندك بعد روايات اخرى انه غفرت له ذنوبه البتة. عندك بعد روايات مثلا الامام الرضا نفسه يقول الى دعبل ان اكثر الكتابه فينا ولا تقصر، الخير احنا بنعطيك لا يهمك، الخير احنا بنعطيك. طبعا كان يتكلم عن الاخره بس يقول له ان انت نصرتنا عليك بنصر، سماها نصره. والنصره هاي طبعا ما يستخدموها في كل موارد، لما استخدموها في هذا الموقف. ليش احنا الحسين خوب خسر الحرب، احنا نقول انتصر. هو انتصر، خوب انتصر بالقياسات الدينيه لما حصل بعدين والامور الغيبيه، ولكن حسب هذا خسر خساره فادحه. يعني كل اهل بيته وشردوا ويعني اخذوا اهل نساء اهل بيت الرساله من كما قالت السيده زينب من بلد الى بلد، اللي تقشرت وجوههم من كثره النظاره. كل من يطالع عليهم سلام الله عليهم. زين، ولكن رغم ذلك انت تشوف هاي حساباتنا احنا الدنيويه، حسابات الاخرويه تختلف. زين، رب العالمين واهل البيت، رب العالمين هو يامر اهل البيت هم يبينون لنا، بينوا الاجل الجزيل لكتابه بيت واحد من الشعر. بيت واحد وش بيسوي؟ حتى لو انت تبغي تصيح، حتى لو انت مستعد يمديك قلت البيت وسكت الملا خلاص يا ملا قصرت واصل له. بيت ما يسوي شيء، احنا نقول كذي بس الله غير شيء يقول. زين، نروح للعطايا الماديه اللي هي اقل بكثير من العطايا المعنويه اللي موعودين بها. صحيح. زين، جنان وانهار وما ادري ايش هالامور. وحتى في روايه الامام الرضا قال له ان يعني الله بيعطيك 7 حدائق او جنان كل واحده اكبر من الدنيا وما فيها، يعني على ابيات الشعر اللي انت جاي تقولها. زين، المواقف في مذكور في السنه كثيرا يعني سواء كان من اخواننا في مدرسه الصحابه او من عندنا احنا. خلينا نتكلم عندنا احنا مثلا. هذا الذي تعرفه البيداء وطأته. زين، هذا عن الامام السجاد سلام الله عليه. روح انت الى المؤرخين من العامه قبل ان تكون من الخاصه، قبل ان تروح الى الشيعة روح الى اهل خلينا نقول مدرسه الصحابه. راح تشوف انه يذكرون ان عطيته كانت ما بين 800 دينار الى 1000 دينار الى 12000 دينار من عند الامام. من عند الامام طبعا، ورفض، والامام اصر عليه وانكر عليه. ليش ترفضها؟ ليش؟ لان انا ما انظر لك انت يا فرزداق، انا انظر ان ابغى اسس الجائزه على الشعر، الجائزه على الخطابه، الجائزه على استغلال الصوت الحسن والفن الحسن اللي هو تنسجم وياه الارواح لكي يكون مؤيدا للدين. انا ليش اخلي ربعي يروحون يمين يسار يقعدوا يسمعون اغاني؟ خلي يسمعون الاناشيد الدينيه واللطميات وغيرها من الامور. طبعا ما نخلي اللطميات نفس الاغاني لا، بس القصد ان انت تعطيهم بديل صالح بل يقربهم. بعض الاحيان انت طول المحرم ما يهز قلبك وجدانك القاء مثلا خطيب، قد تهزك مثلا لطميه او مثلا ابيات من الشعر واحد يقول تنفجر من البكاء. فالمهم انه هذا كمثال مثلا الحين هذا متحقق. بعد عندك كثير من الامثله، مثلا الامام الرضا سلام الله عليه كان ثري جدا، طبعا هذا امر معروف، وكان البلاط العباسي يعطيه بعض الاموال تحت يده بمسمى هدايا بعد مو رواتب. في واقعه واحده فرغ الامام سلام الله عليه خزنته كامله على دعبل، على قصائد هو جابها. بل في بعض الروايات جمعت لك 30,000 من بني هاشم، يروح يفتر عليهم ترى هذا قال فينا شعر، من قال فينا شعرا، بس اكتب هذا وشوف انت الروايات اللي تطلع. بس هم الناس يستشكلون شنو يقول لك هذا الامام عطاهم من نفسه وما شرط. ما ويش ما شرط، ما قال انا بقول وعطني. في مشكلتين، هذا اللي قلتها، والثانيه احنا ما نصدق اصلا الامام عطاه هالقد مبلغ كبير، يعني هذا خيالي. يعني الامام حكيم ما يحط الشيء في غير معقوب يشبع الجياع، ليش انه هو يجعل هذا المال كله في بطن واحد؟ مو صحيح؟ عندهم هالاشكالين. فبقول اول شيء اشكالك بعدين الاشكالي. الاشكال اللي انت ذكرته وانت تقول بانه في الحقيقه ذكرني بمسامح. ايوه اشكالك الحين اشكال انه مثلا ان دعبل ما طلب احسنت ما طلب. هذه متكرره مع اكثر من صاحب من الامام. الكوميت ايضا له قضيه كذي. زين، بعد حسان له ايضا كذي. وحسن طبعا هو الهديه يعني اي لا محاوله الامتناع مع اصرار الطرف الاخر. يعني حتى مثلا بانات سعاد هاي اللي يذكرونها، طبعا احنا كشيعة شوي عندنا تحفظ على هالحادثه. اخواننا من مدرسه الصحابه يقولون حصلت واكساه بردته. زين، فيعني في اكثر من واحد تمنع وكانوا يوجهونهم الائمه بان هذا الفعل مو صحيح. ليش؟ احنا ندري باخلاصك
ومو اذا اخذت بيزات ما تحصل اجر. احنا مو نقول عن واحد اللي يشتغل موظف انه الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. انزين المجاهد في سبيل الله ما يصير مجاهد في سبيل الله اللي هو جاي ينصر الحق بلسانه وبصوته وبهذا، مو صحيح؟ صح. فميازيننا شوي تختلف. لا اذا حصل بيزات والله هذا واحد ما بيحصل راح الاجر مال. يعني فانت تقسم رحمه ربك، يعني ما مو صوبك السالفه، صوب رب العالمين، ورب العالمين هو يقول انتم سووا انا بعطيه ما عليكم. فمن ناحيه انهم ما طلبوا، بغض النظر طلبوا او ما طلبوا، شرطوا او ما شرطوا، طبعا اللي يشرط انت لك حق تقول له لا. ليك في ناس تشرط، معروف في بعض الشعراء يشرطون، بعض الرواديد يشرطون، بعض المشايخ والخطأ واضح هذا موجود، ولكن عددهم انت روح، بقول لك روح الى واحد مدير مأتم واقعد وياه قل له اذكر لي المواقف الجميله مال الخطباء. انا بذكر لك موقف الان جميل. واحد من الخطباء خل اذكر اسمه الشيخ حسن العالي، وهاي مو نقله، واحد من مات هناك نقلي. جاء واحد من الدكاتره او التجار اعتقد، بس واجد اعجب بخطابه في سنه من السنين، سلمه 7000 هديه زينه، ورد الهديه معيب، وحتى النبي هو حتى لو كانت كبيره. الواحد يقول لا بس هذا واقع انه هو راد يوجبه. الشيخ اخذ هالمبلغ رجع الى المأتم قال هذه هديه مني اليكم، انتم تعطوني هديه هذا السنين، هذه هديه اليكم. هذا كمثال. تسال عن المواقف الحسنه تشوفها تغلب بكثير على السيئه، والناس عندها ثقه عاليه بالمشايخ وبالساده حتى انا شفت موقف، بس متى تنعدم هذه الثقات؟ تنعدم في الفضاء الالكتروني. بس وش موقف؟ شفت موقف احد الخطباء قرأ عندنا في الماتم وطلع وما رضى ياخذ المبلغ، الى السياره يمشون وراه حتى يعني هم علاقتهم وياه طيبه يعني جميل. زين، فقالوا هذه اخر مره نجيبك بعد. انا ما رضى ياخذ. نعم. عدم الاخذ تسبب مشاكل بعض الاحيان، تسبب سوء تفاهم. بس على كل حال الكلام اللي اقوله انه هو سواء الشخص، ترى احنا لا ننسى ان الجماعه اللي احنا قاعد نتكلم عنهم يعني يقدمون خدمه اغلب الناس ما يقدرون يقدمونها. صحيح. مو كل واحد يقدر يوقف قدام الناس ويتكلم، مو كل واحد يقدر انه هو يجيب خطاب جميل ويجيب فائده ويتحرى صدقه ويتحرى هذا. يعني في ناس صدق يطالعون يقول والله خطاب والله هذا يبيع حكي، والله يبيع حكي على الساعه مثلا 20 دينار او شيء كذي غير، سوي مثله عادي تحياك. انت اذا جاي للمردود المادي، حتى لو جاي للمردود المادي، بس بتكلم عن الامام نخليك. هذا هدف الامام. ترى الامام مو يبغى بس يجيب الناس المخلصين، حتى الغير مخلصين شراء ذمتهم ان تعالوا قعدوا ويانا له. ما دام انت بيكون منطق صحيح وكلامك صحيح وموزون وبتنرغم بسبب انه تنتقل من ناتنا انك انت تضبط مثلا وضعيتك، وهذا بالعكس هذا كان سبيل للاهتداء لكثير من الناس، او خلينا نقول اعتدال تصرفهم. فالنهايه انه هذا شنو، مو انا ولا انت ولا غيري اللي بيقدر يحدد الامام سوى لو ما سوى. ليش؟ لان الامام يعمل بامر الله. كثير من الاشياء لو واحد غير الامام سواها ما نقتنع بها. ليش؟ انت في القرآن مذكور عندك بعض الحوادث لو مو منسوب الانبياء تقول شلون سويت موسى والخضر. إيه؟ ما بدخل في تفاصيل موسى والخضر، هذا لو ما القرآن جاي ناقلها. رب العالمين عنده حكم احنا ما نعرفها، وحكمه من حكم اهل البيت انه يكون تحت ايدنا احنا. انظر الى كل الفرق الاسلاميه، من هو المتفوق في الفن الخطابي والفن الالقائي والفن الصوتي والفن الشعري. ما نقدر نمدح روحنا، بس احنا يعني لا نقدر نمدح روحنا واحده. صراحه احنا ما نعيب على غيرنا، بالعكس. انا اعرف ان اخواننا من مدرسه الصحابه عندهم خطباء وعندهم مفوهين وعندهم حتى علماء، يعني خلينا نقول لهم ثقل، بحيث حتى علماء يعلقوا على كلماتهم. موجود هذا الشيء، ما ننكر الفضل لاحد، زين. ولكن في النهايه اقول ان احنا عندنا تفوق دفع بالقضيه الحسينيه. الحين بسالك سؤال، في كثير من الناس اللي من مثلا جماعتنا، من خلينا نقول الشيعة، مو متدينين كثير موجود منهم، بس تشوفه من يتفاعلوا القضيه الحسينيه يتفاعل وما يتفاعل. وش اللي جاب لهذا؟ الحس، الدمعه، الشعر، الخطابه، الخطيب، ما تقدر تفصلهم. هذا لين هو الرمح الذي يحارب به الحسين بلا راس. هذه الامور. فانت الحين في هذا الزمن الواحد خليه يلتفت، يا جماعه ترى احنا ايد واحده. لا تهاجم انت الشخص، انت روح هاجم عدوك له. جيت هاجم لي اللي يكتب الشعر واللي يخطب واللي وقف في ماتم الهمله وقال ترى اكرموه. انا والله انا مو خطيب، انا اقول مو خطيب، انا اقرا بس في محرم واقرا بس في رمضان
واقرا عاده باللغه الانجليزيه، مو حافظ ابيات شعريه. حتى واجد يقول لي تعال اقرا، لان اقول لهم انا مو حافظ، اجيب التليفون تقبلون عادي. وقريت فعلا بالبحرين بالتليفون اكثر مره، وكثير من الاحيان ما قرروا لي مره ثانيه، لان المستمعه يقولون ما نحب نشوف تليفون، مو ان الخطاب ما كان جيد، المستمعه ما عجب التليفون. على قولة احد الخطباء يقول اصعب مكان اقرا فيه البحرين، يقول فيه شاي قال لي عراقيين انا سمعت قال انا اي هو خطيب عراقي قال انا قالوا لي الكبار السن في الماتم احنا الخطيب وهو يتمشى الى المنبر نعرف هذا بيقول شيء لو ما بيقول من مشيته. هذه صحيح من الخبر سمعتها اللي عندنا. عموما خلينا نطلع الحين من هالمواضيع، خلينا نطلع المواضيع الحلوه. يقول توكل. زين خلينا نروح الى سفره فرنسا. سفره فرنسا سفره فرنسا انت بديتها في المطار صحيح. على قولتهم بهكذا ينجو المخفون. صح. زين انا كنت شايل ظهر شنطه صغيره. نعم. زين فتبى تعدل فقلت كذا ينجو المخفون. صحيح. زين سفره فرنسا اي نعم. شلون كانت طبيعتها باختلاف اللغه؟ يعني انت تتكلم انجليزي صحيح، بس فرنسا يتكلمون فرنسي صح. فشلون كانت سفره فرنسا وشلون كانت الاجواء هناك؟ نعم. والاهتمامات اللي صارت هناك. زين السفره الفرنسيه طبعا كان تبليغ خاص مع احدى المؤسسات الخيريه العالميه. طبعا ما راح اذكر اسمها ايضا لاجل بعض الامور الخصوصيه يعني، بس ان ذكرت انا اسمها في اللي يحب يقدر يراجع الفيديوهات موجوده، بس هذا فضاء قد يكون اوسع يعني، احب انه اخلي علاقتي مثل ما يقولون وياهم رسميه اكثر في هذا الجانب. فكان الهدف منها هو يعني حملات لمساعده جمع الاموال الايتام، بالاضافه الى اللي هو التكلم عن بعض الجوانب الشرعيه المتعلقه بالوصيه وغيرها من الاشياء الدينيه اللي في النهايه لها دخل في العمل الخيري ايضا. فأنا لما رحت طبعا لجميع اللي أتعامل وياهم يتكلمون إما عربي وإما إنجليزي، وهذا حالي أيضا في الدنمارك لأن رحت وراها الدنمارك، وكنت بروح السويد لولا أنه صارت عندي فعاليات أكثر، لأن في الدنمارك بعد طلبوني بعض المآتم اللي هناك ورحت وزرتهم، موجود أيضا توثيقاتها. فالمراد بأنه ما في شيء صعب إلا ما تجعله أنت صعبا بتخوفك. على قول أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا خفت شيئا فقع فيه. وفعلا أنا وجدت هذه القاعدة ناجحة في هذه القضايا. دائما أتخوف إنه أنا مثلا والله ما أعرف شنو يعني نفسيات الناس اللي هناك، ما أعرف شنو طريقة أن أتواصل وياهم، بس الإنجليزي صراحة عالمية حتى في فرنسا يفهمون، وإذا ما فهموا إيش اسمه لبيب الإشارات يفهموا. شيء مهم علقت عليه هناك أنت رحت متحف اللوفر. صح رحت اللوفر نعم. وشفت اللي هي المنحوتة اللي نسبوها إلى رأس الإمام الحسين وعلقت عليها. هل هي هذه واقعية ولا لا؟ هذه مو واقعية يعني. كثير من الناس شوي هذا مؤسف ياخذهم الحماس ويقولون أشياء بس بناء على شباهة. يعني هم شافوا إنه تمثال لرأس شعره ممدد وراءه، يعني يبدو كأنه قطيع الرأس، وعلى وجهه الوقار والهيبة. ما شافوا الوقار والهيبة، ولونه أبيض فأبيض منحوت على جرانيت، بس هو قالوا كذي. زين وهذا رأس الإمام الحسين الذي نحته الراهب النصراني عندما آوى رأس الحسين واشتراه بالمال. يمكن ما إذا مو غلطان 12,000 درهم اشتراها، مو قليلة. ما أتذكر المبلغ، هو لمدة ليلة طبعا واحدة. درهم كانوا يشترون بشات اللي الحين احنا نشتريها 140 دينار 80 دينار 90 دينار، يعني مو شيء سهل. يعني انا من شوي قلت لك بعد في قصه اللي هو انه كان الامام عطاه هالقد 1000 درهم وغيره، لا يعني مبالغ كبيره. المهم يعني في نقولات بانه قد نحت هذا الراس واحتفظ به يعني عشان يحتفظ بسماء الجمال. انا دورت ما حصلت هذا النقل، لكن قد غيري حصله يعني ما انكره، بس اقول مهم. فهم قالوا إن هذا هو. لا هذه يعني نحتة حديثة أصلاً ما صار لها شيء، ونحتة فنان ومعروفة قصتها. زين فبالتالي إنه هو رسالتي إلى جميع من يحب أن يقرب الناس إلى الحسين وأهل البيت، لا تقربوهم بالخرافة، لا تصطنع واقعاً، لأن فيهم من الجمال ما يكفي. صحيح. أنت من تنظر إليهم وتشوف قصصهم كذا، يعني هذه كتمثال الحين وش قد تسوى عندنا ان مثلا واحد ينكر عنني يقول ترى هذا انا رحت اللوفر، اذا مو من جماعتنا مثلا يقول انا رحت اللوفر واللي قالت الشيعة غلط، ان هذا مو راس الحسين. فرأس الحسين سواء نحت او مو نحت مو هذا الموجود في اللوفر، هذا مكتوب عليه تحت بطاقه. الحين نسيت معلومات انه منه راس منه وحق ويش، ولكن انا ذكرت في الفيديو انه لا هذا مو راس الحسين. زين فرحله فرنسا خلينا نقول كانت هي سريعه، ليله واحده سريعه ليله واحده ما طولت فيها ليله واحده، وانا كنت تعبان بس انا قررت ان اطلع استفيد من بس الدنمارك. خلينا نروح نركب الطياره ونروح الدنمارك، يلا نصعد سوا. زين الدنمارك رحت انت الى مؤسسه معينه، ما بقول اسمها لان انت ما تبغى تقول اسامي المؤسسات. احسن. زين هذه المؤسسه
شنو دورها في الدنمارك؟ يعني انت ما رحت الى ماتم او مسجد، انا رايح بالاساس الى هذه المؤسسه جمعيه خيريه. نعم، هذه الجمعيه الخيريه لها 4 أهداف. الهدف الاول بانها تنقذ الايتام بقدر المستطاع من الواقع المشؤوم التعليمي المعيشي وكفالتهم الى حد ان يصيرون فعالين في المجتمع حتى مع تدريب مهني وحتى مع شهادات يعطونهم. زين، هذا هدف اول. فهدفهم اللي هو جمع اكبر ما يكون من المصادر للايتام. الامر الثاني مهمتهم التثقيف الديني، سواء كان للايتام او للمنتسبين للمؤسسه بالحضور او بالمشاركه. عندهم ترى دورات خاصه بهم فقهيه وشاركت في بعضها، ان يعلمون العاملين فيها، يبغون ينهضون بالكل، يعني ارتقاء مجتمع. الهدف الثالث مالهم هو ان يوجدون التواصل ما بين المشايخ وما بين المؤسسه وما بين اهل المؤسسه، بحيث ان يكونون شبكه علمائيه، ومو بس ترى علماء دين، علماء حتى في السيكولوجيا وعلماء نفسيين نفس ما انا قلت الحين، وفي مختلف المجالات، ومحامين، على اساس ان المؤسسه يكون عندها مقدره بانها تخلص مو ايضا نفسها من التعقيدات، بل حتى حياه الايتام فيما بينها. والامر الاخير من المهم جدا عند هذه المؤسسه هو رفع الوعي الديني المجموعي في دول مختلفه. عندهم تقريبا 19 فرع، ويعني 19 دولة عفوا، وفيها يمكن 38 فرع. وبس في الدنمارك انت شاركت في ماتم بعد وفي مسجد وفي هذا بطلب خاص مني. انت اللي طالب هذا. انا تواصلت ويا واحد من اللي كانوا دارسين عندي في النجف، وقلت له ترى انا موجود في البلد اللي انت انولدت فيها، كلم جميع المؤسسات قول لهم ترى انا وقتي من كيت فارغ. وسألني السؤال اللي انت من شوي سألتني، الجماعة سامحني عن بس سألوا سؤال، انه هو هل هناك ترتيب لهديه معينه تحب انه نرتبها للشيخ وكذي وغيره، وساله. فانا قلت له لا، انا يعني خصوصا هاي الامور التبليغيه انا ما اطلب فيها شيء، اذا ناس حبوا انهم يكرموني فانا اقبل كرامتهم، وايضا وعندي طريقه خاصه بان اكرمهم في المقابل. على كل حال فهو رتب لي لهذه فشاركت في اكثر من مكان وفعاليات مختلفه، جلسات شبابيه، يعني شيء كان مذهل. كله في 3 أيام ترى، لان هاي السفره 3 أيام، لا السفره 6 بس، لكن هي اخر 3 أيام اللي طلعت من اطار المؤسسه، لان كان عندي شغل وياهم بعد، نطلع نفطر ونعلم الناس عن المؤسسه. شلون تشتري اغراض هذا شفتها بعد. هذا اصعب شيء. في موقف لفلسطين شفته في الدنمارك. صح. انت شو ذكرته؟ شنو كان تعليق الاعلام الفلسطينيه بشكل مفتوح. هذا مو بس هناك، في اوروبا شفتها اكثر مره. لا بس انت قلت في الدنمارك في ساحه كانما يجتمعون معذره، هذا الحين ذكرتها. انه كانوا يجتمعون فيها اسبوعيا على اساس انه هو يتجمعون لنصرة فلسطين، وهذا ترى في نص البلد، يعني هذا اللي تصير فيه الفعاليات المهمه. طبعا مسلمين دلين ولا لا 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 مسلمين، هذا عدد بسيط. الاغلب تشوف هناك ذو الشعر الاحمر والاشقار والعين الزرقاء، تشوف هناك حاضر بقوه ومستميتين. اسبوعيا يتجمعون، وبعضهم ترى ما عندهم دين، لان هناك في الدنمارك من اعلى الدول في مستويات الالحاد، ولكن عنده شيء سماه انسانيه. الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هم نظروا إلى هذا بعين البصيرة، ما سمعوا هالمقولة الإمام علي، لكن نظروها بعين البصيرة. وطبعا هناك كان عندك ورشة كتابة الوصية. أي نعم. زين، احنا ما بندش فيها تفاصيل واجد لأن هذه لها حلقة بروحها. بس ليش الاهتمام بكتابة الوصية؟ حبش تكون كلها تفكرون تبون تقتلون الناس بالموت. كلنا الموت نشوف الحياة حلوة يعني. مو لأن الحياة حلوة. بقول لك موقف، هذا مو مسلمة، بس واحدة كانت تتكلم ويا رئيس المؤسسة، باقي شوي يزق لسان المؤسسة، لازم أحاسب، عدلها بعد لازم أحاسب. المهم رئيس المؤسسة هناك في الدنمارك فقالت ترى احنا ورثة، وترك لنا والدنا ورثة كبيرة جدا جدا جدا، لأن ما كان كاتب وصية فصار قسم كبير جدا مجحف راح إلى الحكومة. فاحنا ما نقيس بواقعنا هني في دول الخليج. هني احنا نمشي عندنا مؤسسات جعفريه او سنيه مثلا تتعامل ويا هاي القضايا ونمشي بنظام شرعي. اما في الخارج لا، في الخارج اذا انت ما عينت وصيه، الوصي هو الدوله. ممكن اولادك يتفرهدون، كل واحد يروح بيت مستقل اذا كانوا دون ال18. ممكن انه ينصب عليهم وصي لا يراعي دين الله.
ممكن ان اموالك اللي انت كدحت على اساس ان ترتب معيش كريم لاولادك تشوف ان نصها او اكثر من نصها راحت للدوله. هاي مرأة تشكي كانت، فهم التفتوا الى هذه القضيه، قالوا شنو؟ حفاظا على اساس ان احنا للايتام، لان في النهايه اللي صاحب الوصيه يترك اولاد، هؤلاء الاولاد وش راح نسميهم بعدين؟ ايتام. هذين الايتام هم من عمل المؤسسه، فكانوا يبغون يحفظون حق اليتيم من خلال حفظ وصيه تذكر لها فيه الوصي الاول، واذا مات في الثاني والثالث. وجانب اخر حفظ المال اليهم ايضا، هذا حفظ اليتامى. وفي جانب اخر، شنو هو هذا الجانب؟ احنا ليش ما خلي دهنا في مكبتنا؟ يعني انت الحين في الدول الغربيه اذا بعيد الشر عنك وعن احبابك المؤمنين واحد يموت، جزء منه لازم يروح تاكس، لازم ضريبه على ارثك. هو كذي، هذا مال مجاني. ليش يصير مجاني؟ جيب قسمتنا، احنا قاعدينك في البلد لا وش، احنا مسوي النظام البنكي كذا كذا، عندهم هالقضايا زين. فالحين يقول لك ويش؟ يقول لك بانه انت اذا صرفت هذا المبلغ في مؤسسه خيريه نشيل عنك التاكس. يعني هي راح تبقى تاكس، ولكن بدل ما تسلمها للحكومه ما تدري وين تروح لدعم المادروشيين او تدعم تدري تبع السوالف. انا حتى الاسم ما احب اقول على لساني زين. او تروح انه الى شو اسمه، تروح الى الجمعيه الخيريه اللي في النهايه قاعده تخدم ايتام ايضا وتخدم الاسلام. فهذا كان غايته. جميل جميل جميل. خلنا نركب الطياره ونروح الى السفره اللي انا يوم شفتها عورني راسي. كيف؟ قلت انا كيف محرم برا البحرين؟ مو بس برا البحرين، صح، مو في العراق، مو في ايران، مو في دوله شيعيه، في امريكا. صح في سياتل. وانا في سياتل عرفتها لان انا سويت كيس ستدي عن المكتبه اللي هناك ايام الدراسه. ما شاء الله. إيه، فانا بعد هني بلا بعد هني تلحق وراك. نعم. فركبت الطياره وقررت تروح انت 10 محرم الولايات العربيه، الولايات المتحده الامريكيه. الحين صارت عربيه هناك في مثلا ميشيغان صار ميشيغان عربيه، ميشيغان يعني تروح هناك كانك قاعد في العراق. احسن. بس ان وش شعور محرم برا البحرين، خلينا نقول برا الدول الشيعيه؟ يعني وش اقول لك، يعني بما لا نكر فيه، ما في اي مكان يحيي المحرم مثل البحرين. انا سكنت في العراق وشفت حتى في كربلاء ما في مكان، وحتى دول الخليج ما في مكان نفس البحرين. وهذا اي واحد يقول غير كذي هذا متشدد. انا ما احب ان امدح البحرين. حتى هناك في العراق ترى ما يعرفون البحرين، لان يعني كثير من الجماعه لان اتكلم باللهجه العراقيه، هني ما اتكلم عراقي وهناك ما اتكلم بحريني، يعني كل واحد له مقتضى. المهم طلع لنا وش دخلنا فوي. فحين امريكا زينه، شعور كريه انك تعرف انك انت في اغلب المناسبات الاجتماعيه الكبيره ما تكون موجود في بلدك. انا لا رمضان موجود، لا محرم موجود، لا اعياد موجود. يعني تخيل بنتي تعين بدون، لا تأثر واجب بشكل كبير، واجب صراحة بشكل أكبر مما أنت تتصور، لأن عندهم صبر أكيد، ولكن يعني كثر الدق يفجر الحاملة أكيد. يعني لابد أنك تداري بطرق مختلفة. أكيد يتعب حتى مثلا الوالدة الله يحفظه ويحفظ والدك ووالدتك تكون مؤمنين أيضا نفس الشيء، اللي يتمنون أن أنا أكون موجود، يعني ما موجود أنا في مناسباتهم. هذا الشعور يولد عندك وحشة، ولكن وش اللي ينسيك هذا الوحشة؟ يولد عندك أنس لما أنت تشوف شخص يجي ويتشكرك، ومو الغاية الشكر بس أقول يتشكرك، يقول والله أنت فتني فائدة رهيبة ما كنت أعرفها طول حياتي، سواء كان عربي أو أجنبي، لأن أنا أقدم محاضرات في جامعات أجنبية، حتى جامعات حكومية يقدمون لي دعوة وأروح. وهذا شيء بشيء يذكر عقوتهم. حتى كان من ما يسوي متحولين، يسوي ما ادري وش وغيره، كان يعني من اول الاشخاص اللي جاوا وقعد قبالي في الجامعه الامريكيه وظل يسال اسئله، وكان فعلا يعني مهتم الى اخر الطريق، الى نهايه المحاضره 2.5 ساعة تقريبا هو كان قاعد موجود. فقال انا اشكرك لانك انت اعطيتني وجهه نظر عن الاسلام ما تصورت ان ابدا راح تكون عندي. جميل. هذا كله كفايه، لان يهدي الله بك رجلا خير وكما ما طلعت عليه الشمس. يعني هذا والمقصود يهدي الله بك رجلا، مو يعني دخل الاسلام. احنا قلنا من شوي اذا واحد، وهذا امر بعد يعني احب ان اتطرق اليه. بعض الاحيان يجوني ناس باعتبار عارف انجليزي يقولون احنا نبغى نتعلم عن الاسلام ويمكن نسلم، وكثير منهم اسلموا. فهذين الاشخاص زين انا اقول لهم كلهم، وبعضهم يقولون انت ليش تقول لنا كذي، انت كانك تدفرنا تباعدنا. قلت لهم ايش؟ يقولون انت كل واحد اجي يعني كل واحد يجي لي
اقول له شوف انا مو هدفي انك تصير مسلم، ولا راح استفيد شيء منك انت تصير مسلم، وابغاك تاخذ قرارك على حياد وبعدم ضغط، وسالني عساك من الحين ل6 شهور، ما راح ادفعك واقول لك ويش الحين نويت لو ما نويت. انا غايتي ان ابين وابلغ فقط، انت اسال انا اجاوب. حبيت تصير مسلم حياك الله، ما حبيت بعد حياك الله، انت حر في اختيارك، انت حر في قرارك. زين، فعلى كل حال انت سواء الشخص اهتدى بمعنى دخل الإسلام أو إن استفاد منك معلومة، أنت ساهمت في هداية، أنت رفعت علم من علام رسول الله، كافي. بس صلى الله عليه وسلم. بس عشرة محرم وفي أمريكا، شو المواضيع اللي طرحتها لهم بالإنجليزي؟ واجد. يعني أعطني نبذة بسيطة. يعني من أهم الأمور العلاقات الأسرية، لأن هناك هم يشوفون ربعهم يتصرفون ويا أمهاتهم وبابتهم بطريقة يجرها للبيت، اللي هم الأجانب الغير يجرها للبيت. ليش ما حتى الأم والأبو مو معصومين، بعد يشوفون تصرفات خارج يجرونها للبيت. فهذه قضية في كل مكان أروح لازم أشدد أذكر عليها. الأمر الآخر العقيدة الصحيحة في أهل البيت سلام الله عليهم، لأن احنا عندنا 3 أطراف، عندنا التوسط، وعندنا الغلو اللي بالغ مثلا ويعطي مثلا خلينا نقول ألقاب وأشياء معينة مثل أهل البيت يرفضونها، وعندك في الطرف الآخر اللي هو التقصير. ترى البالانس صعب، شبه مستحيل. أنا أقول لك يعني واحد يتأرجح، يقترب من جهة ويقترب ما في واحد واقف بالنص بالضبط يعني. فالوعي من هذه الجهة الواحد. تاريخ أهل البيت أيضا يجهلون كثير منه، أحكام شرعية بعد أنه أحرص أجيبها. وذكرت أنت شغلة، قلت أنت أن في معارك صارت قبل 10 بعد من 7 إلى 10 في معارك صارت الماء. واجد. معارك الماء، هذه بروحها يبغى لها حلقة. صح لا فعلا، لأن هذه مو بس فيها تكتيك واستراتيجية، فيها بيان مهم. معارك الماء شنو قصتها إن اخرجوا ولا تقصدوا إلا من قصدكم. يعني واحد واقف على صوب وجايب السيف بس تدري ما بيلحق عليك، هده لا تقتله. واحد واقف معترض بينك وبين الماء، هذا قتله. واحد جاي وقاعد يضربك بالسيف، هذا قتله. وهذه كلها قبل يوم 10. قبل يوم 10. فهذه معارك الماء كانت تبين رسالة، ترى احنا مو جايين لحربكم، وكررها الحسين بلسانه مرات، ولكن احنا جايين نطبق ما أمرنا الله به. والحين اللي الله أمرنا بنا أحفظ الأيتام، حتى لو ضحيت برجالي. إنه هو طبعا الحسين سلام الله عليه راح يحتاج كل واحد منهم في الأخير، بذلهم للماء. ليش؟ هو الماء بذله، الماء اللي راح يحتاجه هو نفسه بذله. يعني هو كان سلام الله عليه سخي النفس من رب الكريم. في عندك سفرة وفيها واجد مشاكل صارت، مو مشاكل كلهم يعني. زينهم. لا اسكتلند صحيح، اسكتلند اسكتلند كلهم زين. بلا شهر رمضان في اسكتلند، صح. احنا في البحرين استغفر الله، وعلى قولتهم ننتظر الاذان بالعكس شهر رمضان عندنا في البحرين هكذا ما ميش يعني اللقاءات، المجالس، المواتم، يعني تصير الحياه من على قولتهم من اذان المغرب الى الفجر. البحر يعني حياه ما تخلص المجالس كلها. انت يجينا ايام الى نهايه شهر رمضان في ناس ما قدرنا نمر عليهم. اكيد من كثر احنا ما نخلص. احنا في المنام نخلي كل يوم الى مجلسين ما شاء الله، كل يوم لان ما شاء الله مجالس. لا والله انا اذا ارجع البحر نخلي 6 مجالس في اليوم. كل واحد على قولتهم عشان اقصر بس يعني جياتي بسيطه. شلون عشتها في اسكتلند؟ كم ساعه صيام، لا اذان، لا شيء، لا شوف ترى اشياء كثيره. يعني هاي تضحيه انا اعتبرها. يعني شوف هو تضحيه من تقدر تسميها تضحيه. انا ما انظر لها تضحيه، انا انظر لها ويش، انظر لها تكليف. والتكليف تضحيه في يعني تجلياته. الامر الاول انت ما قاعد تعيش الجو الاسلامي اللي انت متعود عليه. الامر الثاني اهلكم وياك. الامر الثالث ساعات الصيام فعلا طويله. الامر الرابع انك انت من تفطر يكون واجد متاخر لدرجه ان بطنك يصير مو متعود على الطعام. صدق الحال في البحرين يتراوح بس انه يعني هم معتدل الى حد ما، بس اكثر من البحرين بشويه. بعض الدول اللي صوبنا مثل الدنمارك لا ممكن يوصل الى 19 ساعه في اليوم. يعني اسكتلند اقل منها، انزل منها صايره في الافق. فالمراد انه هو بالعكس استمتعت بهذا الشهر جدا. وسويت شيء، رحت الكنيسه باللباس الديني. دعيت الى الكنيسه باللباس. شلون كانت ردة الفعل وانت داش عليهم بالعمامه والصايه؟ يعني انا لاحظت بانه ناس تساسروا، بس انا دخلت في القداس
تعرف انت مثلا واحد يعني يعرف انه ممكن تصير مشكله ولا شيء كذي، متى يدخل في وقت القارئ يقرا، ما حد يسولف وياه ولا يسلم ولا يسلمون عليه. انا دخلت وقت القارئ ما هو يقرا، القارئ يقرا ودشيت. لا دخلت في دخلت في القداس والاشياء اللي اشوفها في الافلام كلها شفتها. يعني طريقه مباركتهم بعض بالماء المقدس وما ادري ايش والصلبان وهالامور كذا غيره. كانت تجربه فريده يعني. انا زرت كنيسه في يوم كنت في ايام الدراسه بس في وقت القداس. لا مو زياره، هذا كان زائر متحف. مو احنا زياره كانت بقصد الدراسه، لان احنا كان عندنا في الهندسه اللي هي دراسه الكنائس وبنيانها والى اخره، فرحنا الى زياره عشان كان بعد كيس ستدي عندنا والامور هذه. بس كانت كنيسه عرب فيختلف الوضع، لبنانيين اي فيختلف الوضع. انت ذكرت انهم هم ذكروا لك في الكنيسه في دعاء مخصص في القداس يسوونه. نعم يقولها في دعوه خاصه بمباركه المجتمع الشيعي في إدنبرا. يعني الكنيسه يعني هذه يخصصون قداس يدعون. لا هو طبعا القداس مسيحيين يدعون الى الشيعة، مو مخصص الينا. هو القداس عام، ولكن كان داعين فيه المجتمع الشيعي في ذيك القداس مالهم، وكان وراها هدف التعارف والتآلف أكثر، وفي النهاية كان دعاء إلينا. يعني قالوا يعني أن احنا ما نسويها، فليباركهم الرب. بس احنا ما نسويها. لا ليش؟ احنا كنا جزء منها. لا اقصد يعني مثلا في مساجدنا في مواتبنا في على المنبر تقول بدعي للمجتمع المسيحي مثلا يعني. شوف لا بالعكس موجود هذا الشيء. احنا في البحرين كون ان المكون المسيحي نادر اندر من الكبريت الاحمر في البحرين، ما عندنا هذا الامر. ولكن انت في الدول اللي في حضور مسيحي، حتى مثلا في لبنان مثلا كثير من المسيحيين يلتزمون حضور الحسينيه، وحتى لو مرأة مو محجبه تتحجب، وحتى لو واحد مثلا انه هو يلبس قصير يلبس طويل، ويحضرون ويكون لهم دعاء خاص. فانا يعني شيعي ابن شيعي ابن شيعي، ورغم ذلك ولا مرة تربيت على أنه يعني أرفض مكون آخر أو شيء كذي. كثير من الملاحدة حتى جو البيت يعني يقولون تعال أنت تتكلم إنجليزي نبغى نتعلم، وكثير منهم يقول ترى أنا لا تطمع في إن أنا هذاك إن أنا أسلم. أقول تفضل خير، عادة أنا وجيت لي أنا بقول لك كذي. فعلى كل حال أنه على كل حال عندك نقطتين تحب تشبعهم أكثر. يعني ذكرتهم أنت، أنا على عجالة شفتهم في سفرة سكوتلاند يعني على المنبر كانوا. نعم. النقطة الأولى كانت محقق حلم الأنبياء. من هو محقق حلم الأنبياء؟ لعله أنت تتكلم في الكويت. لا كانت في سكوتلاند على ما أتذكر، يمكن أنا مشتبه بعد. أجل ذكرني لأن أنا ما أنت قلت الحسين محقق حلم الأنبياء. سلام الله عليه سلام الله عليه. شلون حقق؟ طبعا وبلاش كان أنت من قلت أنا توجه ذهني لواحد من اثنين، إما الحسين أو الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. أنا ما ملتفت إلى أي حادثة، لأن في واحدة في الكويت وواحدة في سكوتلاند، واحد كذي وواحد كذي. وطبعا أهل البيت جميعا حققوا أحلام الأنبياء. ليش أنا تكلمت عن الحسين بهذه الطريقة؟ شوف هو الحسين لما قتل الناس قالت بأنه خلاص راح الإسلام، الناس قالوا إسلامه وكذي وغيره، باعتبار أنه هو كان واضح من التوجه من هم ضده في ذيك الفترة أنه هو يعني دفنا كانوا يعبرون أصلا بهذا التعبير، وقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة وغير ما حصل لتدنيس الكعبة وتدنيس المدينة. وكان النبي أصلا من أيام الصحابة كان يعني في الحقيقة يلعن من سيقومون بهذا العمل، والناس يقولون إحنا ما ندري أنه الكعبة دنست ولا ندري أنه يعني طبعا غير أبرهة، وهذا من قبل هذا الدعاء. بس عقبه بعدين قالوا تعال هذا في زمن الحسين صارت، عقبه يعني بسنة سنتين هذا ولا واقعة الحرة، واقعة أيضا الكعبة بالمنجنيق إحراقها وتهديمها. فشلون أقول حقق حلم الأنبياء؟ ما هو قتل. مو تحقيق حلم الأنبياء إنما يكون برسم الطريق، مو بسلوكه من خلال الناس، مو بالضرورة، بس المهم إن علامة الطريق لا زالت باقية، هاديا بعد هاد، لازم كذي يكون. فكان في ذلك الفترة السلطات المحيطة بالحسين كانت تدفن الدين الإسلامي شوية شوية، إلى درجة أن يأتي قاضي إسلامي لا يستطيع أن يميز الشعر من القرآن. موجودة حوادث الحين ما أبغى نتوسع في الأمثلة يعني، بس أنا يعني حافظهم وكان ودي لو أن أقدر أرويهم لولا الوقت. وغير أنه يقولون أو كان علي يصلي لما ضرب سلام الله عليه بالكوفة، هذه مؤلمة يعني. هذا الشخص ما يعني مثل علي.
فبالتالي انه هو وصل الاسلام الى درجه ان الناس ما تعرف عدد الفرائض، ونفس ما قال احد القائلين اقاتلك يا علي بقوم لا يفرقون بين الناقه والجمل. لهالدرجه يعني وصل حتى الدنيا خلاص نغنغوهم بالفلوس، ما صاروا ما يشتغلون ما يدرسون كذا غيره. مهم، فالمراد انه هو حلم الانبياء قد اهيل عليه التراب من زمن علي سلام الله عليه الى زمن الحسن الى زمن الحسين، ثم انتفض الاسلام بمقتل الحسين سلام الله عليه، لان الناس لاحظت وشافت حضور الهاشميات في الشام. هذا أمر ما حصل، تسمع عنه لا أن تراه، يقولون عندنا مثل في اللغة العربية. زين، فهم سمعوا شيء بس لما شافوا الشهود، وما أحضر بني هاشم هناك إلا مقتل الحسين. ومن هناك بدأت الناس تتوعى، تعال ترى هذا غير اللي قالوا عنه. شوف كيف مثلا احنا كشيعة يقولوا مثلا والله احنا في الصلاة نقول خان الأمين خان الأمين. صحيح، ما صحيح. ما أدري، لا وتأليفات بعد. احنا بعد يعني على قولتهم واجد ألف علينا في طيلة التاريخ. فالمهم انت من تقعد ويا واحد شيعي تشوف صلاته تقول لا مو هذا. فالحسين يعني كان قلت لك انه هو النظام الدكتاتوري المحيط بالحسين يدفن الإسلام، وكان آخر جمرة هي الحسين. ولكن الجمرة إذا دفنت فهي لا تطفأ، بل تبقى لظية إلى أن تحرق هذه الرجل فترتفع، فينكشف في الحقيقة عورة هذا النظام اللي كان يريد أن يقضي على الدين ككل. كان بس يفرغ الناس من الدين على أساس إنه اللغمة سائغة بيد الدنيا وخلاص نملكه. الله يقول ما قاتلتكم لتصلوا ولا تصوموا ولكن لكي أتأمر عليكم. بحث عن قائل هذه المقولة وتعرف ليش السفارات كلها أوروبا؟ ليش إحنا مثلا خلينا نقول الحوزة أو نعم التبليغ بشكل عام نعم مهتمين في أوروبا، خلينا نقول في أمريكا، في لندن، في تمر. ليش ما نشوف مثلا يروحون أفريقيا؟ ليش ما يروحون مثلا دول آسيوية، الصين، أو حتى دول مثلا مثل البرازيل فيها نسبة كبيرة من التشيع يعني. سادة الحسني هناك معروفين لبنانيين. أنا عندي صاحب هناك بس ليش معمم يتكلم شو اسمه برتغالي. ما جتك فرصة أن أنت تروح مثلا إلى البرتغال، إلى البرازيل وما شابهها من الدول؟ إنزين، أول شيء بجاوب سؤالك الأول لأنه واجد مهم بعد. ليش إنه كأنما في تركيز عام على أمريكا على أوروبا، حتى من ناحية مثلا المؤسسات الشرعية. أنت تشوف مثلا مؤسسة السيد الخوئي أصلها وين مركزها؟ موجودة هناك، موجودة بيوكي يعني. ليش هذا السبب؟ ليش ما أروح أماكن أخرى؟ في سبب واجد مهم. أولهم هو مسألة إنه هو هناك بلاد للنازحين. هذه بلدان فتحت أبوابها للنازحين. طبعا أكيد لأن أنتم مهاجمين دولنا ومشارديننا، فإحنا إذا شردنا عندكم أنتم تقبلوننا. فيعني هذه بلدان نازحين كبيرة. فهم راحوا إلى أكبر التركزات الإسلامية، وهناك هم أصلا طلبوا قالوا لنا تعال إن تجيبوا لنا ناس إن يأدون لنا أصلا، ومهتمين حتى بالدول اللي أنت ذكرتها. أقول لك قصة هذه القصة في زمن السيد الخوئي عن البرازيل. بعد أول ما بدأوا يسلمون بعض البرازيليين، وممكن في وقت ما كان فيه أو في مكان ما موجود فيه هجرة لبنانية، أرسلوا استفتاء للسيد الخوئي. قالوا له يا سيدنا ترى إحنا كلنا للأسف مولودين خارج إطار الزواج، فما نقدر نروحنا بالجماعة ولا واحد مننا يقدر يصلي بالجماعة، فجيبوا لنا واحد. فلا في حركة حتى أفريقيا الآن، يعني حتى المؤسسة الخيرية اللي أنا أقول بها موجود الآن لها فرع في غانا، وقاعدة تحاول تتوسع في أفريقيا أماكن أخرى. عندك أنت مشكلتين، مشكلة أنه هو بعض الأماكن تنظيماتهم ما تسمح لهذا الأشياء أو ما فيها عدد كافي من المسلمين. فهذا سؤالك أنت، كلامك أنت اللي زين. احنا ما بنطول عليك واجد، خذ راحتك حبيبي. الله يحفظك، نستانس وياكم. الأسئلة أكثر الأسئلة اللي تجيك في رحلاتك مثلا من الشيعة الموجودين هناك، نعم، وبشكل عام المسلمين، التركيز يكون أكثر شيء على شنو؟ أسئلة فقهية، دنيوية، أخروية؟ إنزين، لازم أقسمها. أكثر ما يسألني عنه الشباب الزواج وشؤون الحب. أكثر ما تسألني عنها النساء تربية الأولاد. أكثر ما يسألني عنه الرجال وجوب العودة من عدم وجوب العودة. عودة شنو؟ من الغربة. يعني خايف على أولاد، لا التعرب بعد الهجرة هاي مو محرم، إنك أنت إذا تروح هناك وتنسلخ عن دينك أو الأجيال اللي عقب تنسلخ عن دينك، هاي مشكلة. أنت روح إلى في قصة واحد نسيت اسمه من أوائل المهاجرين المسلمين، مو مهاجرين، المختطفين المسلمين العبيد الأفارقة اللي أخذوا إلى أمريكا، صار مسيحي بعد فترة لأن هو الوحيد المسلم اللي أخذ.
وتم هناك في بلد المسيحي وتحول. فالمهم أنه هذا اللي أسأل عنه عادة. وفي قسم من الشباب يكثر من السؤال عن العقيدة، وهذا يعني بعد أمر ملحوظ بشكل كبير. شنو أثر هذه الرحلات كلها عليك؟ تعب. لا الحين أقصد لا التعب المستمر، لأنه تعب أكيد. مو تعب أقصد جسماني، نفسي. اي لأنك أنت مضطر أنك أنت ترتب وضع أسرتك هني، تروح هناك سفر مثلا، ترجع. هذا الوقت اللي أنت مسافر فيه بيحتاجونك أسرتك وبيتواصلون وياك مثلا انه هو ينقصهم وجودك وغيره، فياخذ من كثرة السفر ياخذ من نفسيات. بس اكيد استفدت من اشياء واجد، ثقافات مختلفة. كثير في اشياء نقدر نطبقها عندنا. ايه ابى اقول لك شغله، يعني لان هذا جوابها ممتد، وهاي لو سالني في بداية الحلقة نشان، فانا الحين بختصر لك، بقول لك موقف مفيد. انا شنو استفدت من الغار؟ من زياراتي المتعددة الى الغار استفدت قضية. هذه القضية تقول شنو؟ تقول بأنه أنت اللي عندك غالي جدا ونفيس، على قولتهم جرب غيري تعرف قدري. تروح إلى البلدان الغربية تشوف التفكك الأسري، تشوف المشقة المادية، تشوف أنت تتصور عندهم أمان، بس في عدم أمان. ساعات معينة، أماكن معينة ما تقدر تطلع بها إلا بسلاحك. أنا كم مرة أركب سيارة ويا واحد ابغى مثلا ادور لي كلينكس او شيء او مكان احط تليفوني، افتح لي يطيح فرد في حضني. وفقيل انا افكر خفي والله العظيم. حتى انا اقول هذا صدق لو هذا وزن تخليه على الاوراق واجد ثقيل، يقول لا هذا اصلي. قلت فيه بعد رصاص، قال في قلت شيل عن فخذي ما فيني شده. فتحصل هالاشياء، انعدام امان. فاللي عندنا هني واجد ثمين. احنا دائما نطلع الى هناك، وفي مقولة إنجليزية the grass is always greener on the other side. العشب دائما يبدو أخضر في الجهة الأخرى. زين إن أنت تشوف إن هناك عندهم هني عندنا ما ليس عندهم هناك. وهني عندك الإمكانية إنك تكون رجل ناجح دنيويا بشكل رهيب، يمكن أسهل من هناك. وأيضا أن تكون ناجح دينيا بشكل رهيب أسهل من هناك. فهناك يسمونها أرض الفرص، بس مو اللي لي وليك، لا، اللي تحتاج تحايل، اللي تحتاج انفصال عن العائلة، اللي تحتاج تفكك أسري. هذا الفرص الموجودة عندهم. فتعلمت أن اللي احنا عندنا ثمين، وأنه لابد أن يوصل إلى هناك بصورة أجمل. خلنا نختم بأن كربلاء ليست معركة كربلاء ليست أهم معركة في التاريخ على حسب كلامك أنت. شنو أهم معركة في التاريخ؟ أهم معركة بالتاريخ بالنسبة إلي هي المعركة، وبالنسبة للنصوص حتى المعركة اللي راح تكون في آخر الزمان، وهي اللي احنا كلنا قاعد نستعد إليها. ومعركة تحتاج قبل القوة العضلات. في ناس كذي يفكرون انه مثلا عندنا روايات مثلا عند اخواننا مثلا مدرسة الصحابة انه هو ان الله يبغض المؤمن الضعيف ويحب المؤمن القوي، فتشوفهم رايحين هناك طايحين في الكراتين وفي البروتين وهذا. مو بعضهم يعني، بس البعض الاخر لا يفهمونها كما هي، انه هو المقصود بالقوة القوة العلمية، القوة الفهمية اللي تخليك تميز الحق من الباطل. هذا الزمن زمن المعلومات، وفي نفس الوقت زمن المجهولات. ما تدري هذا الفيديو صح لو لا، فلان اللي قاعد يقوله صح لو لا. والقناعات ناس واجد تفكر ان كلامهم مهم وتقعد تنشر وما ادري وش وكذي وغيره، فتزعزع قناعات الناس. ترى الآتي أصعب من أي شيء قد مضى. الآتي الشخص الناقص للحكمة، للدراية، للمعرفة، للفقه، للتصور الصحيح للدين راح يخفق. قبل أن تأتي المعركة، احنا الحين ما قبل المعركة تسمع الجعجعة وما تشوف السلاح، بعدين بيجي السلاح. بعد هذا أعظم وأعظم. امتحان الإمام لنا أعظم من امتحان الخضر لموسى عليه السلام. وانت شايف نبيين وحصل بينهم هذا الحوار، قناعات مختلفة كذا غيره. طبعا في لها تفسيرات أخرى بعد، في لها تفسير أنه لا، أنه هذا عشان إحنا نشوف ونستفيد، ولا هو موسى هو إمام الخبر وهو يعرف هذه الأمور، ولكن هو مأمور بأن تحصل. كما بين الإمام علي وبين النبي، يسأل بعض الأسئلة، يقول مثلا ما أفضل أعمال في شهر رمضان؟ سيد العبادة تسأل كذي. حتى الصحابة ضحكوا وحزتها أكيد ضحكوا. فالمهم والمراد آخر معركة هي المعركة المنتظرة مع منتظرنا، وهو عجل الله فرجه. يعني حي ما بيننا يرزق، وأهم ما يريد منا هو الوعي، والوعي لا يكون إلا بالعلم والحكمة والتفقه والمعرفة. جعلنا الله وإياكم من أتباعه وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. آمين. سماحة الشيخ نشكرك
واشكركم اكثر. طبعا كانت على قولتكم او كان لقاء مثمر وجميل، سافرنا في واجد اماكن وبعد لو يمدي كان بعد قعدنا زياد. زين نشكرك على تلبيتك الدعوه، واشكركم اكثر. الله يحفظكم، ونتمنى انه يكون اللقاء مفيد ان شاء الله، ويكون داعيه الى ان احنا على قولتهم نستمر ونبلغ اكيد، ونكون كلنا مبلغين ان شاء الله. ان شاء الله كلنا نكون مبلغين في المجال اللي نقدر عليه ان شاء الله بعون الله. شكرا شيخنا، شكرا ان شاء الله لكم. نلقاك في مرات اخرى. شكرا لمستمعينا ومشاهدينا، واتمنى ان تكون الحلقه نالت اعجابكم. اكيد نالت اعجابكم، ويا سماحه الشيخ ما قصر وحمسنا ان احنا نسافر واجد، وانا قلت له ان شاء الله السفره الجايه اخذني وياه، وهو قال ان شاء الله. قبلت ذلك. شو مسجله. نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه من بودكاست الكشكول. في امان الله.